غني لي لأم كلثوم. غني لي لأم كلثوم يا ابني كده، انا راجل كبير. لقيت 14 ايد بتعمل يا نهار اسود. طبعا انا راجع، هترجع معايا. الكاميرا قد كده والباب قد كده وهم من الخضه عايزين يطلعوا بيها بالعرض. انا والله قلت لهم مفيش فيكم راجل يطلب لنا النجده. رسالة ايه العنوان؟ ايه اللي هعمل معاها لما جيت ادور على الشرابات. اهلا بيكم من جديد في قعدة صحاب. الدش النهارده مع استاذ في اللعبة، محاور خطير ومدير مسيطر وفنان كبير. اسعد اوقاتي شخصيا بتكون في صحبته. هو القلب الكبير وليه نصيب في قلبي برضه كبير. هو اخويا وحبيبي وحبيب قلبي تامر محمود. ازيك يا تيمو؟ ازيك يا عظيم؟ كل سنه وانت طيب يا تيمو. طيب يا حبيبي. انت مش كنت بتقول ان انت هتستضيفني لوحدي؟ امال اللي انت بتحكي عنه ده فين؟ مين؟ القلب الكبير. اكيد انت اكيد انت الحب الكبير. يا اخي الله يكرمك، الله يبارك لك. ما تشرب شاي. اشرب شاي. انت شكلك متقل النهارده في الفطار يا تيمو. الحمد لله، كل سنه وانت طيب يا سيدي. انت طيب يا حبيب قلب اخوك. ايه الدنيا؟ مين اللي عامل الشاي ده؟ الواد امام. لا ولا تسلم ايده، بلغوا ان هو هنعوزه بعد كده. هنعوز بس يقول الامام يقول المازن ان احنا هنعوزه. يبقى مازن بقى، بس هم اتلخبطوا يعني كده. يا عم كلهم ولاد حلال، كل الناس اللي معاك ناس كويسه، وانت اصلا يا محمد شخص يعني ربنا يبارك لك. حبيبي ما عرفناش معاك غير كل الناس الطيبه والناس الكويسه يعني. حبيبي ربنا يبارك في عمرك. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. طيب يا حبيبي. بص يا سيدي، اتفضل. انت دلوقتي معاك الدش، وبما انك لعيب متمرس ومتميز في اللعبه، عايزين نعرف مين تامر محمود خارج كل الالقاب. تامر محمود. ايوه ماشي. في جزء خفي كده ممكن تكون. مفيش بص خفي دي، بص سيبك من خفي، ومع احترامي بقى أيوة. للمذيع والمعد والكلام ده، لا في خفي ولا في بتاع. لا هو تامر محمود اللي قالع اصلا. خفي ايه؟ ما انتوا عارفين كل حاجه. ماشي عارفين، جايز اجيال جديده من اولادنا وما يعرفوش جزء عن تامر محمود كده، نحب نوريه لهم. والله يا سيدي يعني انا شايف ان من مصلحتهم انهم يفضلوا على قد اللي هم عارفينه عشان ربنا يكرمهم، ونقفل على كده يعني. ونقفل على كده. طيب يعني تامر اخ كبير لاخين واب البنتين. ربنا يبارك لك فيهم. تسلم يا حبيبي، ربنا يخليك. وماشي. رويدة وملك. رويدة في كلية ايه؟ رويدة تانية جامعة السنة دي، فنون جميلة قسم عمارة. وملك أولى إعدادي. فنانة زي أبوها يعني. والله أنا بدأت أحس إن أنا العيال دي أنا اللي باني واخد منهم، مش هم واخدين مني. ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك. طيب يا تامر، تبات نار تصبح على خير، مين صاحب هذه المقولة؟ العبد لله. ايه ليه بقى؟ أنت جبتها منين دي أصلا؟ أنا عارف. تبات نار الإعداد اللي جاب يا باشا. لا هي أنا ماشي، أنا كنت مرة كتبتها كده على الفيس. هو بص، هو أنا برضو من الحاجات اللي بعتبر إن أنا يعني هي حاجة من ضمن الحاجات يعني اللي كرم ربنا شاملني بيها، فكرة إن أنا الحمد لله يعني دايما بحس إن ربنا يعني إيه شاملني بلطفه يعني. الحمد لله. فمع إني أنا كشخص ممكن أبقى يعني مصيادة أزمات، يعني عارف أنت المصيبة فين فتلاقيني هناك. ولو أو يا مثلا المصيبة تقول تامر فين فتقوم جاي يعني المهم في بينا وبين بعض تواصل يعني. ولكن ده ما ينفعش اذكره من غير ما اقول ان مفيش مره الحمد لله يعني ما خلصتش بلطفه. وانا مغلوب. فبقت تبات نار تصبح على خير. تصبح على خير الحمد لله. طيب الحمد لله، يعني دي فعلا جمله انت ماشي عليها. هو يعني انا مش ماشي عليها، هي وصف للي انا مشيت عليه يعني، او للي انا ماشي بيه. تمام. طيب كان اخوك حسني موجود هنا؟ محمد. محمد حسني. وطبعا انت كنت محور حديثه، انت وخالد حسونة. طبعا ده للتاريخ الكبير اللي بينكم من الصداقة ومن المحبة
وطبعا قال موضوع لما كنتوا انتوا بتراقبوا الراجل العسكري بتاع وقعتوا فيه وكان هيضربكم بالنار. قال مواقف كتير، بس في موقف ياه. انا عايز اسالك عليه. اه هو حكى لما اللوكيشن بتاع المسلسل اللي انتوا كنتوا بتعملوه زمان في الاول خالص ده ولع، انت كنت موجود في اليوم ده؟ مش ألف ليلة وليلة. ايوه، مش الف ليله اه, وليله. طبعا، ما هو احنا كنا بنصور مع بعض في كنا بنصور في نفس المشهد. طب احكي لي بقى الموقف ده بالظبط حصل ايه؟ الموقف ده ان احنا كنا هنروح، ما كانش هيبقى فيه دلوقتي تامر قاعد معاك ولا حاجة. بس طبعا برضه لطف ربنا، فصباحنا على خير يعني. كنا ده ماشيه معاك كان القاعده دي. الديكور بتاع محمد كان هو وزير الداخلية، فكنا بيحقق معانا انا ومجموعة بقى من الشباب بتوع البلد في المكتب بتاعه حاجة كده يعني ايه، مكان يعني كان الديكور بتاعه حاجة كده ايه 4 متر في 4 متر كده. اوضه مقفوله كده وليها باب. اوضه مقفوله بالظبط. كنا في استوديو في مدينه السينما. ففي البلاتو عاملين بقى ايه الديكور بتاعه كده حاجه في الاخر خالص، وكل الاوضه بابها قد كده. المسلسل ده بقى القصه يعني الكارثه سببها ايه، ان كان المسلسل ده سنتها جايبين له طقم تصوير من بره. كان مدير التصوير من كرواتيا اسمه ماريو، وجايب الكاميرا، والكاميرا كانت ايامها يمكن ما مش موجوده في مصر يعني، كانت اول مره تنزل حاجه كده، كانت ايامها ب 2 مليون. الكلام ده في 2010. فاكر كانت 2 مليون ب 2 كده مليون ولا جنيه حاجه. فجايب الطقم بتاعها يعني. ماريو ده جايب 2 معاه خواجات برضه، يحرسوا ال 2 مليون وكده. فالكاميرا دي كانت بتبقى دايما اهم حد في اللوكيشن. اهم. المسلسل ده اشتغل فيه اهم من المخرج. كل نجوم مصر اشتغلوا في المسلسل ده. كان فيه كاست كتير جدا، وفي وسط كل دول حته البتاعه دي هي دي يعني ما حدش يقرب من دي، ده بتاعت ماريو. فاحنا حاطين بقى الكاميرا، وكانت المشاعل. هو حكى لك بقى قال لي على قصه المشاعل والسبرتو اللي ولع في الدنيا ده. ايوه الواد بقى الميكانيست بيخلصنا البروفا وبيعلوا بقى النار علشان هنصور. فالعيل اللي بيعال اللي هو بقى الميكانيست بيحط بقى بالسبرتو بين الجيركن على المشعل. اوف. حفله طبعا طبعا النار لما مسكت هو اتخض، قام رامي البتاع. كمان اولمبياد في الايه في ال4 متر دول. فالرجاله بالكاميرا ب 2 مليون جنيه طالعين بقى يجروا بيها، مش مهم الناس تموت، بس الكاميرا دي هم كانوا بيصوروا في الاوضه، هم معانا بقى، ما احنا بنصور. فالكاميرا قد كده والباب قد كده، وهم من الخضه عايزين يطلعوا بيها بالعرض. فعلا والله. ففجاه 2 بره و6 جوه، واللي بره اللي جوه عايزين يدوا الكاميرا للي بره، وهي بالمحشوره، و40 واحد بيولعوا وراهم. مش مشكله، بس الكاميرا معاك الكاميرا تخرج. بس. وبعدين احنا بقى في كل ده لقينا نفسنا بره، بس ال3 4 دقايق اللي كنا هنموت فيهم كانوا بسبب الكاميرا دي، انهم عايزين يخرجوا الكاميرا الاول طبعا. ومن اللبخه يعني. ده طبعا حصل. هو الحمد لله كان يوم صعب جدا يعني. كان جنبنا بيصوروا، مش فاكر كان مسلسل مين، بس كان استاذ فاروق الفيشاوي الله يرحمه. وكان في مسلسل جنبنا يعني، كان في كاست يعني اخبار تقيل برضه. كانوا كلهم صف اول. ويومها يعني وقفوا حتى يومها التصوير، وجم بقى قعدوا معانا بقى، كل واحد ماسك واحد بيطبطب عليه. معلش يا انت حلو، انت كويس، انت ما ولعتش. في اصابات خلاص حصلت يعني، ولا الدنيا هو الحمد لله. بص ربنا طبعا يعني لطف ربنا كان كبير يعني. هو الديكور راح والدنيا راحت، بس ما فيش، لا ما حدش حصل له حاجه. بس الواد ده طبعا ايده طبعا السبيرتو جت عليه يعني، اتلحق بعد 2 3 ساعات. بس هو على ما خلصنا التصوير قعدنا مثلا فاضل شهر ولا شهرين لسه بنصور، الواد ده ما بيطلعش صوت. قطع صوت خلاص. هو كان شخص يعني، كان عادي كده من العيال اللي هي بتبقى الاشقيه بتوع اللوكيشنات دول. فجاه ده قفل خلاص يعني، تحس ان كارت الصوت اتهز في الحريقه. بقى بيشتغل وكل حاجه وبيسمع وبيكل، بس ما فيش، هو ماشي صامت. بقى صامت. فاكر الصومعه بتاعت خالد حسونه؟ مصر كلها فاكره الصومعه بتاعت خالد حسونه. طيب على ذكر خالد حسونه، هات يا ابني كده التليفون. طالما بقى يعني الشيء بالشيء يذكر، واخد بالك؟ انا مش عايزك تقلق. اجيب لك تليفوني؟ لا انا عايزك تسمع بس. تامر محمود يعني توتو، يعني عشرة العمر،
والسنين. ازيك يا تامر؟ بيه معانا. خالد لا انا خالد حسون. ما انا عارف. سنين طويلة جدا، توصل 20 سنة ولا نكبر نفسنا؟ خلاص ما باظت يا خالد. يمكن أكتر من 20 سنة. كنا فعلا أصدقاء وصحاب بجد وعشرة عمر. كلنا مع بعض عيش وملح وعشنا أحلى فترات العمر مع بعض. الجامعة وأجمل الذكريات اللي ممكن تكون تعدي على بني آدمين، وخصوصا فريق التمثيل وفرق المسرح في الجامعة وفي مراكز الشباب. رحلة تونس، ذكريات كتيرة جدا بتجمعني بيك يا توتو. وكنت انت مرايتي في اجزاء كتيرة جدا، سواء حاجة انا بكتبها، مسرحية، مسلسل، فيلم. كنت دايما باخد رأيك، لان انت فنان مهم جدا وممثل من العيار التقيل. ممكن ما يبقاش كتير عارفين دوت بسبب ان انت ما ظهرتش كتير على التلفزيون او خدت حقك تلفزيونيا يعني تحديدا. لكن انت غول مسرح وغول تمثيل واستاذ طبعا، ومخرج شاطر جدا. وياما اشتغلنا مع بعض وكانت ذكريات وتجارب مهمة جدا جدا جدا، واكيد انا استفدت منها وكل اللي حوالينا استفادوا من خبراتنا وتعاوننا سوا في كل المسرحيات اللي عملناها سوا، او حتى وانا باخد رأيك في النصوص اللي كنت بكتبها، وكتير جدا منها حتى اللي حقق جوائز الحمد لله يعني. كنت بعتبر ان كان رأيك مهم جدا ودافع دايما ليا في وخصوصا في حالات الكتابة او الاخراج وكده. كنا دايما داعمين وفي ظهر بعض، واعتقد ان هو دي الصحوبية اللي بجد والصداقة اللي بجد اللي بتقدر تستمر وتواجه وتعافر وتستمر سنين طويلة وتعيش مع الزمن. واعتقد ده اللي كان بينا يعني الحمد لله. وانت منور الدنيا حبيبي، تسلم لي. طبعا انا متاكد ان خالد حسون بيسجل الفويس ده بعد ما اكل، لان هو طبعا انت عارفه لما بياكل بينام. انت دلوقتي بتلعب على اوتار مش ما تنفعش واحنا واكلين بعد خد الفطار مش كده. لان اولا الراجل ده وحشني جدا. خالد قاعد في الامارات دلوقتي، فما قدرش ان هو يتواصل معانا بقى تليفونيا عشان فرق التوقيت. هو تقريبا كان عنده شغل وكده يعني. حبيبي يا خالد، كل سنة وانت طيب، ومتشكر يا حبيبي على الكلام الحلو ده. بص انا كان معايا دايما دويتو كده، محمد وخالد. اه محمد كنت بعتبره اخويا الكبير وتلميذي. حصل. خالد كنت بعتبره اخويا الصغير واستاذي. وهذا المثلث بقى فضل ماشي كده. طبعا مش عشان ده تلميذي فانا يعني بقعد اصح له الواجب، ولا ده عشان ده استاذي فيعني بروح بس في النهايه يعني خالد كان بالنسبه لي مرجعيه مهمه جدا. محمد انا كنت بالنسبه له مستشار مهم جدا، وهو اخويا الكبير. الكوكتيل ده كان حاصل يعني. فالتركيبه دي اللي هي يعني ما اعرفش انا كده وصفتها صح ولا لا، بس هي يعني كان مثلث كده. يمكن يعني يا رب اكون عرفت اوصفه صح. كان يعني بسببه حاجات كتيرة جدا قدرنا كل واحد فيها يبقى بيعدي محطات في المشوار نتيجة وجوده جوه هذا المثلث يعني. فأنا طبعا تاني متشكر على الكلام الجميل ده. طبعا مش هقدر ارد عليه بزيه، بس هو يعني اضرب ده في 15 بقى لو انا هرد عليه. فكل سنه وانت طيب يا خالد، طبعا كل سنه وانت طيب يا محمد. ربنا دايما يجمعنا على خير، ودايما يعمل اسبوع عن كل طيب، ودايما متوفقين وناجحين وسعداء، ونبارك لكم في كل حبايبكم يا رب. يا رب. انت يعني انا عارف انك انت انسان رقيق المشاعر خالص. وان الفويس ده اثر فيك جدا. بس انا بقى عايز اخدك يا تيمو كده لايه، لايام الصومعه. ايه دي، عارف انا اللي وراها يعني. عايز اخدك كده لايام الصومعه. في يوم من الايام كده واحنا قاعدين بشقاوتنا المعهوده وصوتنا العالي حوالين الجيران وكده،
انت قمت فاتح الشباك وقلت جمله غريبه. محمد انت جايبني علشان خاطر بقى لا معلش. يعني قول لي عايز تعرف الناس ايه، وانا هو خلاص قوله وانا هصدق عليه وانتهينا. لا انا عايز مرحله من حياتنا يا محمد. ماشي، ايه المشكله ان احنا الناس بتغلط يعني. نفكر الناس. اتفضل. انت فتحت الشباك وقلت للعالم ايه ايام يومها؟ انا قلت للعالم ايه؟ لا ما قلتش للعالم، انا قلت للسكان. ايوه قلت لهم ما فيش فيكم راجل يطلب لنا النجدة. لان احنا كنا بندخل الشقه دي، شقه يعني شقه في بيت محترم، في ناس محترمين كله يعني، وعائله خالد عيله يعني ناس يعني الناس كلهم ناس افاضل يعني. وبس الشقه دي سايبينها ورايحين في شقه تانية، فبقى خالد يعني بيجمع اصحابه. وطبعا اصحاب خالد لما بيتجمعوا ما بتبقاش الدنيا ألذ حاجه يعني، ولا في مواعيدها يعني، ولا اهدى حاجه. بيتقابلوا مثلا الساعه 12 11 احنا كنا خلصنا بقى بروفاتنا والدنيا ورحنا بقى بالظبط كده. لا بنروح بقى نكمل بروفات هناك. انت ناسي كان في مسرحيه اللي هي زير سالم. طبعا زير سالم كنا بننزل، هي الشقه دي في شارع النخل. كنا بننزل نعمل البروفات بتاعت المبارزه بالسيوف. المبارزه في الشارع في الشارع. انا ما انساش. لا وخالد نازل ومعاه كان عنده بقى سيوف حقيقيه كده. كنا ننزل في شارع النخله، انا ووائل وانا وحسني عند جامع الحرمين كده واقفين، واحنا واقفين لكم في البلكونه نتفرج. الناس معديه تلاقي ناس ماسكه سيوف حديد بجد وعمالين يرزعوا في بعض بجد، وستوب لا وانت نط بقى مش عارف ايه ما ده بيخرجوا خناقه. فده ما ده حبه وبعدين بيطلع فوق نكمل وانت عارف بقى كان الدنيا عامله ازاي. فانا في فجاه بتبقى انت حاسس ان انت برضو اكيد في ناس مأذيه من الصوت. لا حصل ان حد مره خبط علينا، محدش بيتكلم. ما حصلش ان حد مره مثلا خايفين اتكلم البيت عند خالد قالوا لهم مثلا ايه يعني الجماعه اللي بيجوا في الشقه يعني اصحابه، يبقى ما فيش خالص. فاحنا في يوم كانت الجرعه عاليه جدا والموضوع عالي جدا، فانا حسيت يعني ايه يعني حطيت نفسي مكان الناس دي. فقمت فاتح الشباك وطالع مزعق لهم ما فيش فيكم راجل يطلب لنا النجده. بس ما طلبوش. طيب في مبسوط انت كده جدا. اصل انا بقى يعني القعده دي ايه لازم تفكرني لما اكون قاعد يعني معقول اقعد معاك وفي لقاء زي ده مهم وما نفتكرش ايام زي دي. افتكر يا محمد، لازم نفتكر طبعا. طيب يا سيدي بمناسبه بقى الذكريات، انت كنت في يوم من الايام بتخرج عرض اسمه هاملت صح؟ ايام زمان كليه اداب. حصل مش زمان قوي يعني يعني هنقول من قريب شويه صح؟ كان 2002 2003 حاجه زي كده فعلا، اول امبارح. طيب فاكر يوم عرض الجنرال بتاعك لما دخلت ال الكليه على اساس انك انت تشوف الراجل بتاع الديكور عشان تعمل بروفا جنرال؟ فاكر اليوم ده؟ انا مش عايز اقلب عليك الاحزان. لا بالعكس، انا على فكره بص انا عايز اقول لك حاجه. مفيش اي موقف مريت بيه في حياتي سواء هذا الموقف كان يعني جوه حاله تحقق او حاله انكسار ولما بفتكره بزعل. كل الذكريات عندي لما افتكرها ببقى يعني كل ذكرياتي بتبقى ده مصحوبه بحاله يعني شجن وسعاده، لان في ده يعني ده الملف. بس في حاجات انت بتبقى اتعلمت منها وفي حاجات بتبقى انت يعني ايه يعني مجرد الموقف وخلاص. فده طبعا من الحاجات اللي اتعلمت منها من قوي يعني. انت اتعلمت منها خالص. هو كان الباشمهندس عادل ده كان طبعا راجل فنان مهم جدا يعني، هو حد مبدع وحد كان بس ما اشتغلش مسرح قبل كده. فعرفني عليه حد صديق عصام جبر، عصام طيب عصام اخويا برضه عصام جبر من الناس اللي يعني شركاء مشوار يعني. كل سنه وانت طيب يا عصام. فالمهم ايه يعني كان هو في صله يعني قرابه او معرفه بينهم، فقال لي يا عادل ولو تحب تشوف شغل. المهم قعدت مع الباشمهندس عادل، الراجل يعني خياله حلو على الورق مبهر جدا على الورق، وانا عايزين نعمل كذا عايزين نعمل كذا. قلت له طيب انا طبعا انت مالكش سابق خبره في المسرح فمش هعتمد الكلام كده. ايه رايك يعني نبقى مثبتين حاجه ونبقى ده اللي انت هتعمله ده اللي انا هستلمه. فقال لي اعمل لك ماكت. عمل لي حته ماكت يا محمد. ما انا شفته يا حبيبي اوسكار. انا كنت يعني ماكت كنت ممكن احطه كده يوم العرض وخلاص وابقى عارف ان انا خلاص كده انا الناس هتنبهر والجمهور يتفرج عليه. هنعمل ده يا باشمهندس عادل.
ايوه باشمهندس عادل بقى خد خاماته وخد حاجاته وكده، ودخل بقى ورشته، واحنا بقى شغالين بروفاتنا والعرض بكره. فالمفروض بقى هو جايب حاجته على الكليه، خلاص خلص بقى، وانا المفروض رايح بالكاست عشان هنعمل الجنرال بالديكور بكل حاجه ونطلع على المسرح. فانا داخل كليه اداب مش شايف الكليه، يعني الكليه مش باينه، كميه بنوهات عد زي ما انت عايز تعد، وكلها ما شاء الله ايه. تسد انا عين قايل له بقى قايل الشمس. له مقاس المسرح، قايل له كل حاجه يعني. ف... ومتفقين بقى المشهد الفلاني له بانوه كذا، المشهد التاني مش عارف البانوهين الايه، مشهد عواميد ايه كذا، يعني مرتبين كل حاجه، والماكيتات كلها مترتبه بالمشاهد. فلقيت بقول لك يعني ايه، يعني دروع كده عاليه جدا. فماشي يعني اكيد بقى الدكتور مستخبي ورا الحاجات. فباشمهندس سيستم مش عارف ايه، اتفضل. هو اللي كان مستخبي. هو اللي مستخبي ورا اطلع لي بقى كده، ايه ده؟ قال لي الديكور. قلت له فين الديكور؟ قال لي ما هو. قلت له هو ده اللي كان في الماكت؟ قال لي لا. قلت له طب ايه، طب مش احنا المفروض العرض مش بكرة؟ متفقين على حاجه يا باشمهندس؟ العرض بكره. قال لي ما انا يا استاذ سامر قلت لك انا يعني محتاج حد ينفذ. يا راجل. قلت له انت عشان محتاج حد ينفذ تقوم انت تنرفز؟ طب ده ايه؟ قال لي ده بنو مش عارف ايه، وده بنو مشهد ايه. ففي بنو انا فاكر ان انا هو قعدنا نتخانق كتير قوي على ان انا مش عايزه وهو عايز يعمله، في الاخر اتفقنا ان انا مش عايزه. فببص لقيته قلت له مش ده البنو اللي انا قلت لك ان انا مش عايزه؟ قال لي اه. يعني بيعمل حتى اللي انت ما طلبتوش عمله. من برضه افضل ربنا عليا ان كان موجود يومها محمد عبد العظيم وخالد حسون، لان انا فاكر يومها ان انتوا قمتوا واخديني بجنب. فاكر اول يوم انت؟ احنا خلاص لقيناك اصفريت. لا انا فاكر اللي حصل ان والدنيا. انت خش يا عم بلاش، بص هات لنا السكتش، هات لنا السكتش وخش اعمل بروفتك بس. وده اللي حصل. فانا دخلت عملت البروفه مع الناس وكل شويه ببص عليكم كده من الشباك، بس اللي هو ايه يعني ربنا معاكم بقى. وبدات جوه بظبط الناس على ان احنا ايه، اذا هنشتغل على الصفر نشتغل هنشتغل بعض على الصفر. بلاطه في النهايه يعني ايه يعني انتوا الاساس هو الممثل يعني، وخلاص هو عنصر وقع. الى ان رحنا المسرح، لقيت حاجات بدات تبان في بشاير كده، يعني في ديكور بدا يبان كده. انا فاكر ان انتم مخلصين بين يومها تاني يوم الظهر او حاجه كده. خلصنا بالظبط. انا اللي انا فاكره ان انت كنت قاعد كل ما حد جاي يعني من اصحابنا بقى اللي هم دايما قايلة الجنجل يسال ولا يبص ولا حاجه، انت قاعد كل ما حد يخش تقول له تعالى، تقوم مديله شاكوش مش عارف مين تديله خد اعمل مش عارف ايه. يعني منهم عصام أيوة. قاعد مش عارف ايه. عصام كان بيأسس الدهان الابيض من جديد. وفتحنا الستاره على الديكور. على الديكور. انت جاي لي يومها اصلا كنت تعبان ومرهق جدا، ودخلت فلما لقيت ان الديكور خلاص تمام قمت نايم على السرير بتاع لا العرض. الله يرحمه الاستاذ عبد الغفار عوده كان هو رئيس لجنه التحكيم. في الندوه اللي بعد العرض بيتكلم وكده فبيشيد بالديكور، فقام الباشمهندس عادل قام خد اللقطه بقى. طبعا هو بص لقى الكاست كله بيبص له امال، وانا بشكر الجماعه وانا بشكر الجماعه اللي يعني نفذوا معانا. بس هو راجل هو طبعا يعني انا معذور ما كانش له. انا ازعل من اللي تعمد، انما اللي جاب اخره او بذل اقصى ما عنده ولكن لم يوفق، ده انت ما كلنا معرضين لده. طيب يا تامر، قعدة صحاب ولا مع نفسك؟ دي ليها وقتها ودي ليها وقتها. يعني انا لما اكون مش حلو بحب ابقى مع نفسي. اما تكون يعني الامور طيبة بدور على حد اشاركه يعني المود الحلو ده. طيب يا تيم، وبمناسبة بقى الصحاب، اخوك احمد الشنهاب باعت لك سؤالين، تمام؟ هذكر لك اسماء اصحابك، تمام؟ وهتقول لكل واحد موقف حصل معاه، سواء بقى موقف حلو موقف مش تمام، اي حاجة يعني. تمام كده؟ حسني. ماله حسني؟ موقف مميز حصل بينكم يعني. ما هو اصل يعني مثلا الموقف اللي هو بتاع المخبر اللي انت حكيت عليه ده موقف ما اعرفش هو حكاه منين ولا حكاه ازاي. وطبعا يعني عشان احكي حاجه بيني وبين حسني ما انا هقعد اقلب في دفاتر. بس هو اللي اكيد بينكم كتير. بالظبط. بس يعني يبقى موقف كده مسمع بينكم، غير موقف ان انتوا كنتوا هتتضربوا بالنار دي. كنا هنضرب بالنار فعلا.
اقول لك يا سيدي، قول يا سيدي. في سنة من السنين كده كنت أنا طلبت معايا جدا إن أنا آخد كورس طيران، إن أنا عايز أبقى طيار يعني. فطبعا كان حسني كنت عايز أبقى يعني، كان في إعلانات كده إن أنت في أكاديميات خاصة. تعالى نطيرك. أكاديميات خاصة، وكانت في القاهرة. يعني أنت ممكن تروح عدد ساعات كده وتبقى معاك شهادة إن أنت تاكسي يعني بس طياري. فانا كنت حابب اجرب التجربه دي يعني. فبقى بدردش مع محمد كده، انت على فكره. طب استنى، سيبك من ده عشان ده اصل ده هيزعل محمد. لا عادي. هيزعله بجد. لا والله في موقف تاني هيزعله اكتر، بس انا بقى ده اللي خلينا في اللي هيزعله نص. لا موقف الطيران ده لازم تحكيه، انسى. بس انا اللي افتكرته دلوقتي هتحكيه موقف الطيران الاول. هحكيه لك بس الاول لان حسني له بقى معايا موقف بقى، مش معايا لوحدي، ده معايا انا و52 واحد. 52. كنا برضو احنا في الجامعه. ده فرقه دي ولا ايه؟ لا رحله. قال لك يوم الجمعه في رحله القاهره. تمام. مين اللي طلعها؟ محمد انا ومش حد يعني. اوكي مش هتجيب مين؟ قلت له يعني قال هات لي بقى 15 20 واحد وانت مش عارف ايه. المهم ايه، كان هنجمع يعني كل واحد يجمع له شويه. تمام. هو بقى المفروض ان هو اللي معاه ده هو عامل معاه اللي هو بيعمله معاه يعني. اللي معاه ده قال له محمد هات لنا 30 40 واحد علشان خاطر تطلع انت واثنين ثلاثه اصحابك ما فيش اوفر يعني. جاب 5 6 لما كنا بنطلع الاوفر على الناس كده يعني. فانا قمت المهم ايه، كملنا الناس وطلعنا. كان ايامها الرحله بتبقى ايه، الهرم مش عارف السندباد ولا والحسين حاجه كده، او الحسين والقلعه، الحاجات دي يعني. فبيبقى جزء بالنهار وجزء بالليل. خلص الجزء بتاع النهار ده ورحنا بقى داخلين على نازلين بقى ساعه المغرب كده، بعد المغرب على الحسين. فلقيت حسني متوتر يعني لا احنا بقى في الرحله بتبقى انت فاهم. لا مش هو خالص، المود مش هو. فايه يا ابني، قال لي بص لو في حد يلزمك في الناس اللي انت جايبهم اقول له بقى ايه يعني، لو عايز يروح بدري يروح دلوقتي. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. للاتوبيس ايه يا فراس؟ مفيش اتوبيس بقى خلاص. قلت له يعني ايه اللي هيحصل؟ قال لي انا اكتشفت حالا ان الراجل اللي احنا طالعين معاه جايب الاتوبيس لغايه هنا بس. يا راجل. يا نهار ابيض. هيجيبهم هيودينا الحسين ويمشي. فدلوقتي احنا في موقف زي الزفت. قلت له طب احنا هنعمل ايه؟ قال لي انا راجع. هترجع معايا؟ انا خالع مش راجع بقى. طب والناس دي يا محمد؟ قال لي الناس ديت احنا لما نتضرب في المنصوره احسن ما نتضرب. فطبعا قط رمسيس، قط المنصور، قط اسبوع ما ننزلش الجامعه. خلاص بقى. ده تجاره هتلاقيها اتلمت عليكم. كان كوكتيل. كان في تجاره. احنا بص احنا كنا في تجاره، بس اغلب زمايلنا يعني زمايلنا كانوا في علوم وفي حقوق وكده، اللي هي الكليات اللي حوالينا دي. ده ربنا سترها معاك والله يا سيدي. انا بقول لك هي بتمشي دايما كده. تلاقيها في الاخر عدت بحته لطف كده بس طاروا في ليبيا بعد كده. لا ده ليبيا دي موال تاني. ما علينا بقى يعني، خلينا في اللي احنا فيه. ازاي سيبها لله. ليبيا دي ده انت كنت شهبندر التجار. حصل. صح. حصل. وخدتوا القافله وطلعتوا على، كنت احكي لنا القصه دي. انا عرفت ان في الفتره دي خلاص تامر عايز يعتمد على نفسه ويصرف على خالص نفسه. والله، ولا اعتمد على نفسي ولا حاجه. انا واحد صاحبي كان فاتح مصنع ملابس. وفي توقيت معين كده حصل ان عنده دروب في الموسم، فبقى كانت انت بتاخد القماش من التجار بكمبيالات، وبعد كده يعني قصه كده يبقى تصنعه وبعد كده تبيع. فالمهم اتكسر عليه حاجات، فبقت مطالب اول الشهر ده ان هو هيبقى فيه عليه كمبيالات. كانت ايامها في الكمبيالات دي. والمهم تامر الدنيا والبتاع وكده. فالراجل اللي هو مقص الدار بتاع المصنع اللي هو اساسا يعني اللي جابه الارض، قال له بص احنا داخلين، كنا في شهر 8 باين ولا 7، فقال له احنا داخلين على موسم المدارس. لو قدرنا نوفر شويه فلوس نعمل بيهم مرايل مدارس. الحاجات دي في ليبيا بتمشي ايه، ولو جبناها هنا بجنيه بتتباع هناك ب10 و15. وايامها ليبيا مفتوحه بقى، عربيه بالبطاقه بتدخل. طب هنعمل ايه يا تامر؟ اصبر يا عم. قمت ميلت على الحاج الله يرحمه، يعني عايزين يعني باريستين عشان الظرف، وفي نفس الوقت يبقى في حسنه يعني وكده. فطبعا بص لي بصه ياما بصها لي. انت تاني. انت عاشر.
طيب يعني بارك يا حاج، بس اللي بارك الحاج. خدت الفلوس اديتها لعبده، عبده ده خلص والله. اسبوعين 3 4، يلا الشحنه جاهزه. الشحنة كملت كان صاحبي ده بقى مع عربيه ملاكي، قمنا ايه حاطين الحاجه على العربيه ومتحركين إلى في ليبيا. ذات يوم يا ليبيا. معانا بقى بضاعتنا ورايحين بقى نجيب الملايين. لا واحنا بقى رايحين بقى ايه، مش رايحين نبيع ونجيب فلوس ونيجي، لا ده احنا رايحين نبيع فنمسك فلوس فنشتري في ليبيا بقى. كان بيجيبوا من هناك اجهزه بضايع وحاجات وزيت زيتون فنرجع ومش عارف فاضرب ايه بقى المكان يعني. خلاص بقى نيجي هنا كل خلاص واحد بقى احنا الفلوس هتلعب. فبس فانا سايبهم هنا اللي هو اصبروا امسكوا نفسكم بس الفتره ديت وكل حاجه هتتغير بقى خلاص. هرجع لكم بالفلوس السحر. هنشتري البيت والعربية. داخلين احنا طبعا واخدين معانا بتاع 4000 مريالة مدرسة، واطقم بقى اللي هي بدلة حمادة فستان ميادة والحاجات دي برضه واخدين منها ايه تشكيلة كده. فالمهم اول ما وصلنا ليبيا، اول بلد فيها اسمها طبرق، دي اللي بعد الحدود. بعد الحدود على طول. كان هو يعرف حد فيها. احنا طبعا طالعين انا بقى وعلاء صاحبي دوت وعبده واتنين كمان كانوا اصحاب عبده دوت. يعني العربية كانت 5 راكب كاملة. هو يعرف حد بقى في طبرق ديت، فنزلنا قال له ولا تخش بقى. احنا بنغازي بقى في سوق في بنغازي اسمه سوق العرب ده، المفروض اي حاجه بتروح بيها بتتباع، اي حاجه هتبيع يعني هتبيع. فقال لك انتوا مش محتاجين تروحوا بنغازي، انتوا هنا عندنا هنا في طبرق كله هينزل. نزلوا بس الدبش، البضاعه اسمها الدبش. نزلنا الدبش طبعا. ده الدبش كان بتاعنا. ده دبش. وخدوا العينات وراحوا واحنا قاعدين في السكن. وبعد كده رجعت لقيت علاء بيلطم في ايه يا عم؟ قال لك عبده جايب 4000 مريالة طب بس من غير بنطلون. اي والله. ايه يا استاذ زفت اللي انت يا نهار اسود. بس طبعا هتمشي يا العيال، هتمشي بقى ايه اللي هي يخرب. احنا بنغير ايديولوجية ليبيا يعني. ايه ده عبد؟ قال لك الترزي بس هو البناطيل هناك، بناطيل هناك في الشارع اللي ورانا ده. لا احنا في ليبيا. طب احنا بس نبيع الهدوم يعني اللي هي بقى حماده ومياده دول، ودول كده كده هنسيبهم ونبعت نجيب البناطيل والدنيا مش عارف ايه. ماشي. خدنا بقى ايه ونزلوا بقى السوق يعرضوا الفستان والبدله الحاجات. ففي حد اغلب التجار هناك من السودان يعني. وانت في ليبيا لما بتقابل حد سوداني انت وهو بينكم وبين بعض كود كده اسمه يا ابن النيل. يعني المصري يقول للسوداني عشان نهر النيل يعني الرباط بيننا وبينه. فيا ابن النيل يا ابن النيل يا ابن النيل دي كنا احنا هناك يعني خلاص بقى احنا في وسط بقى اتدفينا خلاص. فقعد واحد من ولاد النيل دول معانا. من ولاد معاكم ايه؟ معانا كذا. اشتريت كله ماشي. مسؤول الحاجات مثلا تعمل لها مثلا 10000 جنيه، قام مدينا مثلا 2000 وخلاص بكره هنجيب لك بقى الايه وال10000 دول كانوا 10000 ماشي. رجعنا السكن. فاحنا راجعين حد من المستشارين بتوع عبده قال له طب انت بس انت تقل، انت لو كنت صبرت 10 ايه ده دول يجيبوا مش عارف 15 حاجه كده. يا جماعه احنا هنرجع للراجل ده فلوسه وهنبيع للناس. انا اقول له لا، ولا احنا اولى باي جنيه، احنا اولى مش عارف ايه. المهم ونزل من ورانا رجع للراجل العربون وجاب منه الدستتين اللي كنا بنعرض بيهم عشان بكره نروح لابن النيل التاني. بكره ما فيش ابن النيل التاني بقى، ما فيش. قال له لا ما هو انا اصل حصل لي ظرف وما مش عارف ايه. طبعا مجموعه كلاب بلدي راجعه للاجئ الاولاني. عياله غلطت. ابن النيل خلع يا اخواتك وفي الغربه يلا يا ابني من هنا. طب ده احنا مالناش ذنب. ده اللي بص يا محمد احنا عدينا على كل التجار اللي في طبرق دول عشان نبيع حته بحته. مفيش. الله اكبر. مفيش خلاص بقى. ايه عارف بقى يعني رجعتوا بالبضاعه؟ لا رحنا بنغازي. الريسك الاكبر. رحنا بنغازي بقى. رحنا بقى في السوق اللي هو الكبير ده. بعنا اللي يعني ايه اللي حطينا بيه بنزين للعربيه وغيرنا بيه الحاجات وكده. وكلتوا بيه اللقمتين. كلنا بيه اللقمتين. مفيش بقى. بص هي الحركه بتاعت ترجيع البضاعه دي وانا كنت عارف ده وحاسه يعني خلاص هي اتقفل يعني. خد بقى الان خلاص يا عم معادل بقى احنا قعدنا بتاع اسبوع والراجل بقى هنا قال لك خلاص هرجع بقى وهتصرف لكن مش هينفع بقى مش موجود. طب يلا نرجع بقى وبالحاج. عبد قال لك مش هينفع. مش هينفع ليه يا عبد؟ قال لك ما احنا لو رجعنا بيعة الجمرك. الجمرك ازاي يا عبد؟ ما احنا ان انت شاري من
يعني هي اصلا مصري. مش قال المفروض لك صناعه لا، مصري؟ ما هو احنا واحنا بنقفلها بيبقى في تكه كده بنعملها بنحط عليها تيكت تركي وسوري عشان خاطر دي الله تمشي احلى في ليبيا. فدلوقتي احنا الله واحنا راجعين بيها هنبقى كاننا جايبين بضاعه تركي وسوري. الله. يعني احنا هنهب بيها يا عبد دلوقتي. انتوا ارجعوا سيبوني انا مع عبده لسه عايش. عبده ده انا ما شفتوش بقالي 20 سنه. يعني لا بعناها ولا عارفين ايه. يعني سيبنا المرايل التوب لا عارف ترجع وحماده ومياده ورجعت تجيب البناطيل. ورجعنا بقى نجيب البناطيل. طبعا بقى ايه، مش هحكيها دلوقتي، بس انا بعد اسبوع او 10 ايام بالظبط طبعا علاء نزل حل مشكلته هو بتاعه الكمبيالات. عبده اصلا ما تعورش في حاجه. انا الحاج الله ما يرحمه انا لسه بقى كنت ايه الاخبار؟ أيوه. اقول له ده احنا بس كنت مرات بقى في الجمارك. فهو فاهم وانا مش عارف اقول له ايه. ما انا بقول لك هو خلاص هو خلاص فانا قريب. بس انا مش ساكت يعني. مش يلا يا عبد ناخد البناطيل ونروح يلا مش عارف ايه، لغايه ما في يوم قال لي طب يلا. قلت له بص يا نجيب حاجتنا يعني. المهم ايه، طلعت بقى انا وهو مره بعد كده بس مواصلات يعني. ركبت المواصلات ركبنا من عند الاتوبيسات اللي بتروح هناك. بالظبط كده. ديت احنا طلعنا من هنا الساعه 3 العصر يوم الثلاث مثلا. كنا هنا تاني الساعه 6 الصبح يوم الخميس. ومجبورين الخاطر؟ لا خالص ولا حاجه. بس اللي حصل في ال 48 ساعه دول ممكن احكيهم لك بقى في حلقه تانية. الله اكبر الله اكبر. يعني خساره. الحمد لله. بس انا عرفت انك انت بعد كده الحاج يعني غضب عليك وما ادالكش مصروف بعد كده. هو عبده بقى اللي كان بيديني المصروف لان انا خدت الفلوس دي. كنت قاعد، هو كان عنده محل وترزي وكده، فكنت اعدي عليه بقى ايه وانا رايح انزل الصبح رايح الجامعه ومعدي عليه. عملت ايه، هو بقى المفروض ان احنا راجعين عشان هيتصل. فيقوم مكرمش لي 20 جنيه 50 جنيه 10 جنيه من اللي عليه يعني خدت فلوسك مصروف. لا يعني بص، اللي جاي ما يتحكيش. هو انا خدت منه حقي بعد كده يعني، بس خدته بشكل ما احبش ان الاجيال الجديده لا خلاص الحته دي نعمل لها سكيب فعلا لانها خطيره جدا يعني. بالظبط. طيب يا تيمو، دلوقتي احنا قلنا موقف حسني تمام، وانت قلت كده موقف مع علاء، هنعتبره موقف مع علاء. علاء برضو شريك. طيب علاء. علاء ده يعني ده بقى يعني التوأم لمده مثلا لغايه النهارده. بس هو طبعا الزمن والمسؤوليات والحاجات طبعا اول شغل اشتغلته في حياتك انت بعد الكارثه الطويله بتاعت ليبيا دي كان مع علاء، صح؟ علاء مش علاء. بص علاء ده اصل مشوار طويل قوي، مش على قد ليبيا بس علاء. لان احنا يعني مثلا احنا كنا فاتحين اكاد يعني بكل هو كان بالفعل اول بالظبط اول لا اول سنترال اللي هو المحل اللي تخش فيه تقول له عايز اكلم رقم كذا ده في كابينه، فيقول لك خش كابينه 1 وكابينه 2. اول نشاط بالشكل ده في مصر بشكل خاص. بالظبط كده. كان فتحه علاء ده. ده كان 95 96 كده. وكان مركز بقى خدمه رجال اعمال وطلبه ومكالمات وخدمات كمبيوتر. انا فاكر انك انت من اوائل الناس اللي كنت بتكتب رسائل الدكتوراه والحاجات دي على النت اول ما ظهر الموضوع. في مع احترامي يعني معرفش ده بينفع يتقال ولا لا، في دكاتره في الجامعه، بس ده ما كانش بقى ده بعد كده لما دخل النت بقى. لان احنا برضه كان مع علاء كنا اول سايبر اتعمل. السايبر ده لما اتفتح في ناس معاها دكتوراه في الجامعه. الناس دي اللي عامل لهم الدكتوراه لعبد الله حصل. يعني الناس دي كانت بتدخل جنبي يجيب لي 6 7 تستر كده، يقول لي بس لو سمحت عايز سيرش على الحاجات دي. كان ايامها النت كله انجليزي وكان البحث فيها. فاقعد يغيب يومين كده ويجي يلاقيني مثلا ايه مطلع له بتاع 18 20 ايه فايل كده. فياخدهم على كانت الفلوبي ده ويرجع بقى هو ايه مفلترهم كده. عايز اطبع دول بقى واكتبهم، وبعد كده شويه ويرجع عايز بقى اجلد دول واعملهم. يعني فجاه عايز اعمل شباب لاني فجاه بعمل حاجه مكتوب عليها رساله الدكتوراه بقى الدكتور الفلان وانا قاعد على الكمبيوتر يروح بقى. انت المفروض تكتب اعداد تامر محمود. حصل بالله اللي انا بقول لك ده حصل والله. لا يعني انا عايز اقول لك كان بيجي لي دكاتره الجامعه تقعد جنبي يقول لي لو سمحت انا عايز اعمل ايميل. حصل. فاعمل له الايميل. اول حد عمل لي ايميل في حياتي كنت انت. يعني ميدو عظيم @yahoo.com ما زال الى الان كده. كان بقى بقول لدكاتره الجامعه تجار من الناس اللي بتستورد حاجات يجي يقعد جنبك
انا عايز ايميل. لا او مثلا ايه، وبعدين ياخد التليفون بقى بتاعنا بتاع المركز، وتلاقيه مثلا بيتصل بيك يقول لك لو سمحت انا فلان ايميلي كذا، شوف كده يردوا عليا. ايوه انت المركز بتاع الموضوع. نص ساعه او ساعه الا ربع وبقت في كل شارع 9 سايبرات. يعني الموضوع هي الكلام اللي بس ده ما كانت كملش حاجه سنه يعني. فخمه، والسايبر كان حاجه فخمه واجهزه وبتاع. بس هو بقول لك هو نشاط برضو بتاع الكباين ده، يعني بتاع التليفونات ده برضو ما خدش يعني اقل من سنه وبقى في كل شارع في سنترال. فاكر لما كنا كلنا بنتجمع، علاء وعمرو وعصام وجابر، ونلعب اللي هي العربيات كان اسمها سبيد، نيد فور سبيد. نيد فور سبيد. بس انت كنت لعيب برضه. فقصدي اقول لك انت قاعد طول النهار بقى قدام علاء، يعني قصدي اقول لك ان علاء يعني ايه، يعني توأم روح وشراكه في المشوار مش وعمرو وهو طبعا اخوه عمرو عصام، واشرف ابن عمه كل سنه يعني وهم طيبين جميعا يا رب. ربنا يا رب ايه طيب. يبارك لهم. موقف مع نور. بص نور ده برضو من اللي طالبهم احمد الشنهاب. لا نور ما ينفعش احكي معاه اي موقف. ماشي. يعني نور بالذات ما ينفعش، مش لان مفيش مواقف، ولكن لان اي موقف مع نور هيتصنف في منطقتين. يا منطقة الناس ممكن فيها تقول لك لا لا ده بيألف، مفيش حد بهذا الجمال، يا هأفقد نور جزء من يعني أهدافه وهو بيعمل أي حاجة في الدنيا، وهو إن هو بيبقى دايما في كل معاملته بيتاجر مع الله حقيقي. فمش عارف انقي حاجه واقول لك ده في يوم كذا قام نور عامل كذا لان كذا ما ينفعش. يعني هو نور ده نور بس. اظنك يعني انت كده وفيته. يعني اللي عايز يعرف نور يتعامل معاه ما يسمعش عنه. حقيقي من الشخصيات الجميله. ربنا يبارك له يعني. بنبعت له كل سنه وانت طيب يا نور، التبريكات وكل الامنيات، وربنا دايما يا رب يعني ايه ما يكتب عليه وكل حبايبه الا الطيب والخير يا رب. امين يا رب. طيب يا سيدي حسونا. ماله؟ ما لسه الراجل اللي كاتب الكلام. حسونا ده في مره كنت عنده في الصومعه سهرانين، مش فاكر بقى راح امتى، اللي هي المواعيد اللي الغريبه دي. وبعدين الفجر قد هو تحت البيت في جامع اللي هو الحرمين ده، فالفجر قد فهننزل نصلي. فانا بقى لسه هقعد بقى عايز اتوضى ولا على الجزمه والبس الجزمه وطلعت شبشب يا خالد. فخالد طبعا يعني برضه بيوجب مع اصحابه، يعني قام داخل فتح الاوضه وفتح دولاب وطلع شبشب جديد من كيسه. شبشب فخم، اتفضل يا سيدي. حاجه فخمه يعني. اتفضل يا عم. تسلم. اتوضيت لبست الشبشب، نزلنا الجامع صلينا خلصنا الصلاه بقى وخارجين. فانا ما لحقتش اصلا احفظ شكل الشبشب يعني هو اداني شبشب انا يا دوب هو حطه قدامي حطيته في رجلي ونزلت بقى عارف ما يعني ما مش انا اللي منقيه حتى. ويا دوب هما سلمتين وبتخش الجامع قمت حاطط الشبشب زي ما الناس بتحطه جديد يعني شبشب. فخلصنا صلاه. انا بقى المفروض ان كل واحد يروح ياخد بقى ايه اللي ياخد شبشبه واللي ياخد جزمته. انا مش فاكر انا اصلا ايه في دول بتاعي مش فاكر. فعمال بشبه يعني بقى عمال ابص على واقف الحاجات قدام المجزمه بقى عمال تنقي ابص ايه يعني هو اني واحد في دول لغايه ما ايه بقيت اجمع بقى انه كان جديد انه كان ابيض انه كان مش عارف ايه. فغالبا هو الحته اللي بتلمع هناك دي. فلسه بمد ايدي لقيت 14 ايد بتعمل حرام بالظبط كده. لا يا مش حرام بقى مش هتتقل بقى ورجاله كبيره بقى ناس عواجيز. انا مسكته خلاص واللي يقول لك سيبوه ما حدش يضربه واللي مش عارف ايه ده بقى اقفل الباب. انا مش فاهم يعني ايه اللي انا عملته. هو اللي بيصلي هنا بتعمله كده بدور على الشبشب. انت مش هتتقل. واحد يقول لي وجزمتي اللي كانت اول امبارح الله ده انت هتلبس. طب انا مش لاقي حد اعرف يعني رجاله كبيره اهل الفجر بقى اهل الفجر وبس اتحولوا. هو في الصف هو بيبقى صف كده انا حافظهم يعني كنت حافظهم بقى. هو صف وراه صفوف وما كله اصل كله بيجي بقى يعني الصف ده اللي عمل الكبسه. بعد كده بقت حفله. ادور على خالد بقى عشان هم عارفينه بقى ما هو جارهم وصاحب الشبشب يعني هو اللي هينقذ. وبعدين انا بيني وبينك لما يعني فهمت الموقف بقيت عذرهم لان فعلا انت واقف يعني واقف عمال ادور تفرز وفي الاخر مدد ايدك على الحته اللي بتلمع. فخلاص فوضت امر الله قلت بقى خلاص يعني خلاص هتضرب يعني انا زي مره اكلت علقه برضه بس هحكي لك عليها بعدين دي. وسكت يعني هقول لهم فمحمد بقى هو خالد اللي لحقني.
لحقك يا ربنا راجل، يبارك له. عمل ايه؟ مفيش يا عم مش عارف مين ده مش عارف ايه. قال له لا ده هو اصل عمال يبص عليهم وراح مد ايده على ما هو ده بتاعنا واحنا اللي يعني انت عارفه. وماسكني كده بقى وانا في الجامع. خلاص يا نهار خلاص يا أبيض. جماعه أنا مش متخيلك. امشي ولا هتضربه يعني. هتمشي ما عنديش بقى. شكرا يا خالد، ادي يوم صلينا فيه واحنا عندنا. اتفضل شبشبك يا سيدي. إيه الجامع ده يحرم عليك؟ ادي يعني هو اسمه الحرمين اصلا. بس يا سيدي قد كان. طيب ماشي. عظيم حبيبي ماله ده برضو احمد هو طلب كده اقول لي عظيمه. ما هو مثلا الموقف بتاع الديكور بتاع هاملت ده مثلا ما يعني موقف ما ينفعش ما ينفعش نسهوله، ولا ينفع يبقى مثلا هو فيه مش محطة يعني لازم اشاور عليها. بس لا عظيمه له موقف بقى. كنا في تونس، فاكر انت سفرية تونس؟ مش عارف كنا قعدنا اسبوع باين ولا 10 ايام. قعدنا 10 ايام حاجه كده. وبقى كانوا عاملين لنا بروجرام، قعدنا مش عارف 3 ايام في بلد و5 ايام في بقى كده يعني. وكان في مهرجان عرضنا فيه المسرح. قعدنا في نابل وسيدي بوسعيد ماشي واتبسطنا يعني. كانت رحله. واخر يوم بقى اللي هو احنا بكره هنسافر يعني، بكره ان شاء الله احنا هنسافر. كنا في حته باين وراجعين بقى بالليل علشان خاطر رايحين الفندق ننام ونحضر الحفله اللي هم عاملينها لنا. لا ما كانش لسه حفله، ده الحفله بقى بناء على حفله. صح مثلا احنا ناس راجعه بقى لهم اسبوع بيروحوا الفندق ويرجعوا، يروحوا يومين ويرجعوا على الفندق تاني. كان ده الفندق اللي هو في البلد اللي هي في العاصمه يعني برج الابيض. فده اخر ليله بقى. فراجعين احنا الساعه مش عارف 8 9 بالليل كده. كان معانا اتوبيس بنتحرك بيه، كنا في سفر او حاجه وراجعين. وبعدين في الطريق فجاه عظيمه بيصرخ. احنا مبسوطين بقى وبكره مسافرين يعني. في ايه؟ كريزة الكلى جات له وعايزين نقف عند صيدليه. طبعا احنا هناك في تونس ما عندهمش نقف عند صيدليه، ما فيهوش حته تقف عند صيدليه دي. هو يعني والسواق عايز يروح. السواق بقى عايز يروح، والمشرف مرعوب اللي هو التونسي اللي هو بتاع اللي كان معايا ده. فاكر انت طبعا انت فاكر ولا انت كنت بتصرخ؟ وفجأة الناس اللي بقى لهم بقى 10 ايام مستضيفيننا وحبايبنا وكده اتحولوا ان احنا بقينا هنضربهم. وانت لو ما وقفتش اتوبيس ده احنا هنوقفه بالعافيه والولد بيموت والتاني مش في ايدي ده قرار مش عارف انتوا فوق وليكوا امر تحرك. اللي كان اسمه مبروك باين ولا ايه؟ مبروك. كان حسني باين هيحدفوا بره الاتوبيس وناس بتطبب فيك ورا. حسني كان تقريبا ضرب السواق اصلا. لا ده انا اللي كنت بضرب السواق. حسني كان مع ساسي ده. قال لك اقصى حاجه ممكن اعملها ان انا اسوق بسرعه عشان ارجعكم الفندق بسرعه قبل ما يموت. لكن انا اروح بقى صيدليه يموت هناك ماشي. انا من هنا لهنا حد مات في النص اكمل بيه ميت، لكن مش هروح بيشمل. والناس بقى اللي هم كانوا الرئيس البعثه اللي معانا اللي من مصر محتار يعني حمدي. يعني كان اسمه حمدي. كان اسمه حمدي. ما لا عارف ياخد موقف ان هو موظف يعني رسمي فهيتاخد عليه. اهدوا يا شباب فاهدى نهدى ايه الولد يموت. طب نجيب له حبايه، ما فيش هنا حبايات. هو بقى مش الدنيا مش زينا يعني. مش اللي هو مش هتخش تقول له مسكن. ما هناك لازم مستشفى. مصر البلد الوحيده فيها مسكن. فبس رحنا بقى الفندق طبعا في تنشن. طبعا احنا ما قفلنا من السواق بتاع تونس قفلنا من تونس كلها مع ان الناس عاملين معانا واجب جامد جدا. فدخلنا الفندق اتعشوا مش عايزين نتعشى. وائل قام شايلني وموديني الاوضه. فضلنا ليله اللي هي اخر ليله اللي المفروض بقى احنا قاعدين اسبوع بقى مستنيين عشان خاطر بقى يعني بقى الليله اللي بكره قال لك عشان عملنا اضراب. كانت ليله عنانه جدا 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 لغايه ما على يعني بزوغ الشمس كده كانت الكريزه راحت ومحمد رجع زي القرد تاني. تمام الحمد لله. وبدانا نبقى يعني حاسين ان احنا بعد كل ال10 ايام دول هنمشي كده عاملين في الناس. احنا كنا زعلناهم يعني. ففوجئنا طبعا بقى بالموقف الجميل اللي عملوه لهم واحنا خارجين عاملين لنا تورته وده المفروض الفندق ده اللي بينزل فيه كل الافواج اللي بتيجي في البروتوكول اللي هو كان احنا مسافرين تبعه بتاع المسرح ده. فدي الفرقه الوحيده اللي هم عملوا لها يعني الطقس ده كنوع من انواع ان هو بيصالحونا وانت اللي كلت التورته يومها. وتصوروا معانا. لا يا ما انت ما كانت على شرفك. الخناقه كلها كانت بسبب وبس. وشاذلي عجب ان هو يبين من الاتوبيس واحنا نقول له هنجي لك تاني. وشندي بقى تامر
بس فده من المواقف برضه اللي ما بنساهاش العظيمه، اللي هو كان نقطه تحول مفصلي في علاقتنا بتونس. جبت لكم تورته. تسلم. الحمد لله، بس المهم الحمد لله على سلامتك. الحمد لله الحمد لله. طيب ليك مواقف مع الشناب؟ الشنهاب طبعا. الشنهاب يعني هو بص، هو شهاب طيب قوي يا عيني. وجميل قوي، ويعني عارف انت حد تبقى انت اصلا شايل همه، يعني انت عشان عليه حاسس ان هو اصلا في النهايه لو عملت ايه هو مش هيحب يحسسك انه متضايق. أيوة. فانت تبقى انت المفروض عندك بقى يعني انت ايه، بس ساعات في حاجه بتخرج بره ايدينا يعني. فاحمد قعد حوالي مثلا 2-3 زهق من العربيه اللي كانت معاه، عايز يبيعها، وهي كان هو موصلها لمرحله ان هي يعني ايه بيحاول بقى يبيعها قبل ما لازم يحصل. تتباع بقى، لازم لا، تتباع حالا. هي لازم تتباع حالا من فتره، بس هو كان لما قرر بقى بدأ يبقى ايه عايز يبيعها وهي كده قبل ما حاجه كمان تحصل يعني. هو كان خلاص كان بقى ايه يعني في الكبوت مثلا حته كده مش عاجباه، في مش عارف ايه حته ايه، يعني الدنيا بقى كانت بقى كل ما بتبقى فيها حاجه حاجه وهو خلاص مش عايز يمد ايده فيها بقى ان انا هبيعها. ففي الفتره بقى اللي هو بيدور على زبون ومكلم ناس تشتري وكل شيء يوم يبص هي زي ما هي ولا في حاجه زادت فيها ولا كده، وهي النهارده عامله كام، وقاعدين طول ما احنا قاعدين بقى يا بندور على اسعار عربيات والاسعار يا بنكلم بتنزل ناس والاسعار بتطلع. وقاعدين بقى في الحاله دي. فكان قاعد جالنا واحد صاحبنا، احنا كنا قاعدين على القهوه انا واحمد، مش فاكر شريف كان معانا ولا لا، شريف كان يومها موجود ومشي، بس ساعه اللحظه دي كنت انا واحمد وجا بقى واحد صاحبنا معاه سكوتر. فانا بحب السكوتر يعني. قلت له انا هاخد لفه، كان اسمه مش فاكر يا رامي يا سعيد، بتاعي سعيد باين. كان سعيد. فقمت واخد السكوتر، طلعت ايه بقى هو كهربا كده فغريب يعني، لا هو بيقف يعني ما تفهمش بيمشي بيقف منين ده مش عارف، انا سوق بس فلفيت ورحت يعني مشيت بيه، عملت بيه لفه حلوه كده وشويه هوا وانتعاش وبتاع، وراجع بقى واقف ورا عربيه احمد. حلو، هم قاعدين بقى هنا هو على القهوه الرصيف هم الاثنين، وفي عين احمد حاجه انا مش فاهمها، بس هو بيبقى عنده استقراء كده للمستقبل. وانا بقى بنزل من على السكوتر كده بقول للولد ايه تعالى بطله بقى، قال لي لا انت بس اعمل كده مش عارف ايه، قلت له يا ابني تعالى بطله بقى يا استاذ تامر مش عارف ايه. فهو بقى انا بنزل بطاله وهو استاذ تامر مش عارف. المهم وانا عمال يتكلم في لقيت السكوتر نط لوحده قام داخل فوق العربيه. عمل حته دي بقى تبص لوش احمد ساعتها اقسم بالله هو لو في ايده سلاح كان ممكن ضربني. انا نفسي اتضايقت مني يعني، انا والله العظيم اتضايقت يعني. ليه ما انا ما تكن يعني، ما خلاص وبقى لنا شهر بنوصف فيها يعني، عايزينها تتزق بقى وحته بوم. والله العظيم يا محمد ما بنساش الموقف ده، وشكله وشه ساعتها عامل ايه. هو طبعا عايز يبين لي ان مفيش حاجه، بس انا عارف هو لما بيبقى في حاجه وشه بيحمر قوي. لا احمر دي كانت احمر ديت لما انا ركبت السكوتر اصلا، انما لا ساعه البوم ديت الموضوع عدى انا اللي وشي احمر وعايز يقوم يشوف فيه ايه، وطبعا يعني احنا عادي يعني احنا اصحاب ولا يهمك يا حبيبي. يا الحمد لله هي يعني ايه يعني ما بوظتش الدنيا قوي قد ما كانت يعني واصله لها، بس في النهايه الصوت ده لو هو نايم فوق هينزل يبص، بس يعني هو طبعا يعني هو شخص شيك قوي يعني، فمش هيقوم يبص بقى، بس انا حاسس فانا عمال اقول له قوم بص يا عم مفيش حاجه والله. لا يا عم يا سيدي طب بس قوم والله يا عم تمام مش مشكله يعني، عايز يقول لي يعني هو الصوت ده كله مفيش حاجه. بس كده الولد يعني اطمن على السكوتر بتاعه، بس الحمد لله مفيش حاجه حصلت يعني. لا هي تطبيقه صغيره كده وخلاص يعني تشكر يعني، بس العربيه اتباعت الحمد لله كانت الشر وراح. طيب نيجي لطبعا شخص حبيبنا كلنا، وانا بوجه له في البدايه كده كل التحيه، اخويا وحبيب قلبي وليد يوسف المؤلف الكبير. اكيد وليد يوسف ليه معاك مواقف كتير، يعني لو قلت لنا 1 أو 2 منهم. قول له كل سنه وانت طيب الاول. وليد حبيبي كل سنه وانت طيب يا وليد، ورمضان كريم عليك يا رب وعلى كل حبايبك، ومستنيين نشوفك بقى زي كل سنه ان شاء الله، الحبه اللي بيبقوا قبل العيد هيجي اخر رمضان ان شاء الله. وليد يوسف يعني بص وليد زي ما عارف انت لما ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيختار لكل مجموعه حد يبقى هو مثلا يعني ايه الاب يعني مش عايز اكبره، بس يعني حاجه شبه كده اللي هو فكره ان انت ايه ان انت في حاجه نورت فبتديك بتطمنك ان لا الموضوع يعني مش لا يعني الحكايه يعني الدنيا مش صعبه يعني سهل تبقى يعني ايه تبقى بينا يعني.
بس هو وليد كمان يعني ميزته، ودي حاجة يعني ربنا بقى يبارك له عليها ويكرمه بيها، ان وليد من الاشخاص اللي مهما حقق ما بيبقاش دايما يعني ناسي حبايبه. واخواته. يعني حصل. في الحتة دي انا طبعا اتعاملت في المجال بتاع الوسط الفني مع نوعيات كتيرة من الناس يعني. مفيش زي وليد في حتة ان هو لو مثلا ساعة ما ربنا بيكرمه بأي شغل جديد، وليد بيبقى هو رايح يتفق على الشغل، رايح هو يتفق. كل الناس اللي زيه بتبقى رايحة في دماغها بس أنا. يعني وليد بيبقى رايح في دماغه يعني مثلا له 3 4 5 6 اصحاب، هو مؤمن جدا بموهبتهم، مؤمن مش عارف ايه، فرايح كل اللي في دماغه دول هيبقوا وهو نازل اتظبطوا ولا لا. حصل. فعشان افتكر لوليد ده يعني مش هفتكر له حاجه ولا اتنين ولا تلاته، لكن هو يعني يكفي اقول لك ان وليد ده مثلا كان احد اسباب ان انا بعد ما في فتره معينه كده كنت خلاص يعني قلت كفايه بقى ايه يعني المشوار الفني ده محتاج مثابرة زيادة. أنا مش قد محتاج يعني ايه شويه معطيات كده قد اكون مش جاهز لها كلها، فكفايه فن بقى، واحنا لو ايه عاوزنا نعمل حاجه ده احنا بنعملها ايه هنا في وسط حبايبنا وخلاص. اللي خلاني هو طبعا بيبقى حاجه زي عفريت كده بينام ويصحى يعني. اللي صحاه تاني كان وليد، يعني لما كان بيعمل ابن الارندلي وكانوا هنا نازلين مع الدكتور يحيى الفخراني بيصوروا في المنصوره، وبقى لقيته بيتصل بيا بيقول لي في مشهدين كده مع الدكتور يحيى، وبدل ما نجيب حد بقى معانا من القاهره بتاع انا يعني رشحتك. فيعني في باله دايما. انت لسه وفي الدالي. قبل كده بقى، قبل كده كان في حاجات يعني قبل كده لما كنا في الجامعه وكده من ايام حاجه اسمها رحلات الامير حسام، وهو على طول زي ما بقول لك يعني. فالدالي كان بعد كده. لكن يومها بقى رحت يعني قلت له ماشي، ورحت حتى يومها الدكتور يحيى انا عملت معاه المشهد، وبعدين بعد كده بيسالني بيقول لي انت جاي معانا من القاهره ولا من هنا ولا ايه؟ فقلت له لا انا يعني مقيم. فقال لي انت انت قاعد في المنصوره بتعمل ايه؟ فبقول له وليد. قلت له دلوقتي الدكتور يحيى الفخراني بيقول لي يعني انت عارف بتعمل ايه؟ يعني انت ايه اللي معادك هنا؟ فايه رايك يا وليد يعني يعني اضرب معاه صحوبيه بقى وكده بحيث لو في حاجه ولا كده يعني ما انا بقى. فقال لي يومها كلمه يعني ما بنساهاش بصراحه. قال لي يعني انت عايز يبقى وليد يوسف ليك وتقول لي اضرب صحوبيه مع حد بتاع، عايز تنزل تاني يلا قول لي. وانا كان ايامها بقى وعمل الدالي، والارندالي ده كان في مرحله بين الدالي واحد بين الاجزاء بتاعته. وفضل بقى من بعدها مثلا كل ما بيعمل حاجه لازم الاقي الو انت معانا في كذا، انت معانا في كذا. فطبعا ربنا يبارك له يعني. وزي ما بقول لك وده مش معايا بس يعني كل اللي هو عارف ان هم فعلا موهوبين بجد اللي تم ده معايا تم معاهم يعني. حصل فعلا. طيب شريف عنتر. شريف عنتر هو انت يعني ماشي يعني قال لك على كل دول هنختم بشريف يلا ماشي حتى نبقى يعني ختامه مسك. شريف عنتر في مره طبعا احنا التجميعه بتاعتنا في شيء ضمني كده طلعنا بيه ان احنا كل شهر بيبقى لينا طالعه كده، تبقى بقى زي ما تبقى القاهره راس البر يعني بتبقى ايه المهم ايه. فقعدنا فتره شريف حاجز ان هو في الطلعه هتبقى هيروح البلد عندي عنده في هنقعد بقى قعده ريف وفطير بلدي بقى وبيني وبينك هي حاجه يعني ايه يعني حلوه. فكان كله مستني اليوم ده. طب هناكل ايه هنعمل ايه؟ مش كده انا بقى عندي هناك المطابخ فهظبطكم هتبقى الدنيا وهنعمل فطير. هعمل لكم فطير وهعمل لكم بقى هتبقى جبنه وفطير وعسل واللي هو بقى يعني خد من الارض وكل. وطلعنا يومها رحنا البلد عندهم فعلا كان لوكيشن رائع يعني في وسط بقى الاراضي الزراعيه وحصيره. عملت لك انت سكتشين هناك كده مع حبايبك وجاهز لنا بقى الناس حبايب، وهناك برضو كان استقبال يعني كله كرم وهناكل بقى. ففجأة يلا نزل بقى كان الحاجات رص الجبن ورص العسل والبتاع واحنا كنا حوالي مثلا 8 9 حاجة كده.
فقال لك بقى ايه، بصوا الفطير اهو، وفي بقى ايه، انا قايل لهم يعملوا فطير، وعمل فطير حلو برضه الفطير علشان الحلو خاطر تحت والفطير الحادق الفطير فوق. الحادق فوق، علشان خاطر بعد ما تخلصوا بقى المش والجبنه والخيار والخس والجو ده كله بقى، ايه اللي عايز يعني. واحنا 9. على 9 بقى. فبنفتح بقى اقول الفطيره يلا عشان نقطع، فبفتح لقيتها ايه، بلح يعني، فطيره عجوه. مش بلع، فطير فطيره بلع. عجوه. فلا معاك حطوا الحلو فوق، فشيل دي تفتح اللي تحتها بلح. ماشي انت شريف يبقى ركز، فبلح. فبدأنا بقى ندور على الفطيره اللي مش بلح، طلعت واحده. فبقى طبعا انت بقى تبص على وش شريف، وهو فجأة بعد ما دور بقى، اللي هو عارف فاكر محمود عبد العزيز، فينزل معايا الملاحة فين فين، وفي الآخر خالص طلع الله، ده هم عملوا 8 حلو وعملوا واحده بدل ما فطبعا يعكسوا. اليوم بالجوع بالبتاع كده لا بس فاكر عمل ايه؟ في عيش يا جماعه. لا انا في ناس كانت بتغمس الجبنه بفطيره البلح. خلاص بقى. يعني ده انا ما شفت نقطع من الحرف علشان نفضي يعني كان هو بصراحه كان يوم جميل يعني. الحمد لله. طيب بص يا سيدي، هنخش كده حاجه زي اسئله السرعه. ماشي. انت عامل كروت بقى وكده. لا ده احنا صارفين جامد. باين انتاج جامد. ما تقلقش علينا، كله عشان خاطر كتمور. يا حبيبي ربنا يوفقك. بص يا سيدي، يعني هقول لك حاجه وهتجاوب بكلمه واحده، اوكي؟ اريح. وانا عارف انك انت قوي في الحكايه دي. قول يا عم. ريح دماغك. هات. طيب يا تامر، الدنيا من غير امل. صح. صح والله صح. يا فعلا الدنيا من غير امل. مش امل. لا ما الدنيا من غير امل. لا الامل اللي هو الامل يعني. الدنيا من غير امل ايه؟ هي الدنيا من غير امل. صح. ايه صح كده. هي فعلا من غير امل يعني. موافق. طيب الدنيا من غير حب ايه؟ امل. تبقى مستني الحب. امل اتطلقت كده خلاص. لا امل ربنا يوفقك. لا مش هنهزر، بقول بقى بجد. الدنيا من غير حب خرابه. وامل. ما امل اتطلقت. انا الامل بقى. ماشي. طيب الدنيا من غير صبر. لا الدنيا من غير صبر مرة. طيب الدنيا من غير صحاب. فاضية. الدنيا من غير عبادة. الدنيا من غير عبادة عذاب. جميل أوي، حلو الرد ده، جميل. طيب بص يا سيدي، احنا في 4 شكرا هتقولهم. شكرا على كل حاجة قدمتها لي. لمين؟ العفو. مش انت. انا مش هخلص منك النهارده. 4 شكرا 4 العفو. هات اللي بعده يلا. عايزين في سحور يا اخي احنا في الجد تبوظ. لا يعني انا معاك اهو انت يعني. ده اديك بيد. شكرا. اديك بيد شكرا. ادي 2. عايز ايه بس يا اخي انا عايز اتقمص الجد بقى عشان اقول لك اتفضل يا محمد. الدنيا من غير هبل شكرا. بوظت الدراما. انا معاك اهو. انت بتضحك بس، ما هتعمل شاي. طيب ماشي. اتفضل. حد هتقول له شكرا على مساعدتك ليه؟ حد واحد؟ لا انا شكرا على مساعدتك ديت انا اقولها لكل حد قابلته في حياتي، لان انا ما فيش حد قابلته في حياتي لا ادين له بمعروف، سواء هذا الحد كان اعطى او اخذ. في الحالتين انا بشكره، لانه في الحالتين كان له عمل معايا معروف. طيب فاكر اسم مدرس بعينه اثر في تامر عايز دلوقتي تقول له شكرا؟ شكرا انه ما عادش بيديني يعني، ولا شكرا؟ لا شكرا على رساله فعلا حقيقيه خدتها من وراه. كان الاستاذ هاني شتا بتاع الكيمياء. كان راجل جميل جدا، وشخص عارف انت كل يعني في مدرسين بتغلب عليهم النمطيه يعني خلاص هو، وفي حد بيبقى حابب المهنه فبيبقى هو
وبيمارس هذه المهنة. يعني شخص متحقق في هذه المهنة، مش شخص شبه الباقيين. فكان الأستاذ هاني شتاتة كده. طيب حد هتقول له شكرا على نصيحتك الغالية؟ ما هو برضه مش واحد، يعني أنا أصلا شخص بميل دايما للاستشارة، يعني دايما بس للأسف أنا بسأل وبرجع أعمل اللي في دماغي برضه. حصل. ف... فشكرا. شكرا يا تامر. شكرا. طيب أخيرا، شكرا على صبرك عليا. شكرا على صبرك عليا ده بقى، ده عندك بقى كتير. يعني انت مبدئيا شكرا على صبرك عليا في الحلقة دي، وحضراتكم طبعا شكرا على صبركم عليا. لا احنا عايزين شخص واحد توجه له رسالة. لا شخص صعب والله. انا ما يعني بص، انا مدين لاشخاص كتير جدا في حياتي. يعني انا فعلا ما اعرفش اقول لك شكرا. يعني شكرا لامي، صبرت جدا عليا في مراحل كتيره كنت فيها ما هماش فاهمين ده عايز ايه. يعني اخواتي اللي انا اخوهم الكبير، وفي نفس الوقت يعني عايزين يفهموا برضه، فعلى ما يعني خدوا وقت. مراتي شكرا جدا، يعني شكرا جدا قوي يعني بجد. وكده بقى يعني، واصحابي يعني مثلا شكرا في أس كتير لنور. شكرا. خالد حسونة، حسني، انت، احمد، شريف، علاء، حسام جبر. شكرا ان كل دول يعني اما احمد، كل دول اما يعني انهم لما عرفوني فضلنا قريبين. ده يستاهلوا عليه الف شكرا يعني. يا تيمو شكرا اصلا ان انت موجود في حياتنا. بجد انا بكلمك بجد فعلا. يعني في ناس انت لما بتحبها بتبقى خايف على اللي بينكم، وانت مش دايما كويس، ومش دايما يعني كلنا عندنا تقلبات. فانت ان انت تلاقي اللي قدامك، خصوصا اللي انا ذكرتهم دول، هم من الاول يعني فاتحين لك المساحه، ومن الاول بيعذروك قبل ما فطبعا مليون شكر. هو طبعا شكرا ليك، ده اساسي. من محمد عبد العظيم، ايام ما كنت انا تعبت وجالي كورونا في هوجة كورونا دي، اكتر حد كان بيتابع يوميا، بل ممكن مرتين في اليوم. كان لازم في تليفون من تامر، ها وصلت لايه، عملت ايه. ما انت يمكن كنت هتيجي طبعا. دي الحاجه الوحيده اللي ما تعرفش تقول انت ما جيتليش ليه. ربنا يعافيك يا محمد ويعافي جميع عباده يعني، وما يكتبش على حد الا الطيب يعني. كانت خضه، واصعب ما فيها ان احنا يعني بنجهلها. يعني ده لو فاهمينها ممكن كان يبقى الخضه ديت محكمه شويه. مش فاهم في ايه وبتسمع. انا بيني وبينك صوت خضتك اصلا في الموضوع، طب عملت كذا، طب سويت كذا. انا بقول لك انت في شيء مش مفهوم، شيء غامض جدا وحقيقي. يعني عمال في ناس بتقع وناس مش عارف ايه وانتش فاهم. يعني ما انتش فاهم اللي بيحصل له ايه بيروح فين، واللي بيبقى على قد ايه بيبقى فين. فانت مجرد ما بتيجي السيره بتبقى بس عمال تقول يا رب لغايه ما ايه فلان عدى فلان فبتبقى ساعات ما تلاقيها في الدايره بقى اللي حواليك او كده لمست ولا لطشت في حد. ما هو يعني ربنا يا رب ما يعيدها وما يكتبش على عباده الطيب يا رب. طيب احنا ايام ما كنا في تونس كان في حاله كده حصلت ايامها في حمام السباحه، والناس كانت بترمي نفسها بعد ما احنا كنا بنرمي نفسنا وكده. بس المهم يعني في النهايه خالص في شخص ما كانش عايزكم تسافروا تاني، ترجعوا تاني انت وحسني وانا وهادي وخالد. ليه؟ من اللي شافه يعني. هو احنا ما هو اصل الحكايه ديت مرتبطه باللي شافه الراجل. احنا نزلنا الاوتيل 20 شاب، فرقه مسرح يعني. والاوتيل فيه نزلاء تانيين. يعني تونس اصلا بلد سياحه، ففي ناس بقى من جنسيات تانية وتوانسه برضه. يعني كان الاوتيل مليان ناس يعني. واحنا قاعدين كباين قدام الحمام السباحه. فحمام السباحه يعني له شروط كده ومكتوب قال لك يعني هنا في دش قبل ما تنزل حضرتك، وانا لابس يعني ما تلبسش حاجات فيها باين، انت بالمايو بس. تاخد دش قبل ما تنزل لان الميه دي بتتعقم كل فتره. فانت لو مثلا تبقى يعني ايه واخد دش وتنزل. ده النظام، ده البروتوكول. والناس بقى قاعده حوالين حمام السباحه وتمام. طبعا احنا فرقه مسرح، ناس مختلفين،
فبدات مش فاكر مين زق مين، يعني حد زق حد بهدوء. كان هادي زق حد وهبه باين او زق زقوا كده هي موقفها فجأة الناس اللي هم المشرفين بتوع الفندق لقوا حد بهدومه من اول القميص لحد الجزمه في انا سباحه في وسط الناس، يعني اللي هم بقى اللي بيعوموا والاطفال وكده، واحنا وكده. فعلى ما بدات الناس تبص، كان طبعا احنا طبعا كفايه يعني الشراره تبدا، كان في 9 تانيين نزلوا، يعني مش عارف احمد جابر زق كله بيشد كله من الكباين وعمال بالظبط كده، فبقينا 8 9 في البتاع. فاللي انا فاكره ان جاء واحد من الجرسونات جماعه قبل الجرسونات وليد شعيب عشان هيجي يقعد. لا ده لسه وليد شعيب بقى، ده وليد شعيب ده قصه ثانيه. واحنا بقى كل ما نقابل حد مننا انتوا بتعملوا ايه؟ بنعمل تعالى بصوا ونقوم زقين. فجاء الجرسون يا جماعه هذا ما مش عارف ايه المفروض انه مش عارف ايه، فحسني بيقول له نعم، فقول له مش عارف ايه، قام زقينه قمنا زقينه، فبيضحك عليه زمايله وقمنا زقينهم. ففجاه بقى له في الحمام اكتر من اللي بره. جت الست المديره اسمها ايمان، مدام ايمان اللي هي كانت بتكلمنا من بعيد لو سمحت مش عارف ايه ده كانت في الدور الثاني. احنا بقى كل ده بندور على احمد جابر، يا جابر انت مستخبي فين؟ هتيجي انا هتيجي، فاكر؟ ايوه. ففي راجل تونسي قاعد، راجل كبير كده كباره وقاعد معاه حريمه وعياله كده. الراجل ده اتحول كان قاعد ورا كده لان هو بقى احنا نسكت ويقول يا جابر انت فاكره اللي هو جابر طلع له قال له طب انت معاهم ولا مالك انت مالك يا عم. فبعد ما نزلنا كل الفرقه مش لاقيين وليد شعيب فين بقى، كان في الكابينه مش عارف لغايه ما دخلنا بقى، رحنا بقى ندور في اوضته، لسه بنفتح اوضه انا قاعد على السرير عامل كده، احنا 10 داخلين الاوضه قال لحظه واحده وقام قالع لوحده وطالع رامي نفسه هنزل لوحدي. نص ساعه، وكان حمام السباحه ده عباره عن شباشب عايمه على وش الميه كتير جدا. طبعا قفلوه، يعني انت اتقفل. احنا رحنا تونس جوله ورجعنا لقيناهم قافلين. طلعنا احنا يومين مش عارف بلد تانية كده، ورجعنا قافلينه وبيعقموه قصه كده علشان خاطر لا بس الافيه الاعلى هم قفلوه الصبح. لما رجعنا بقى ايه اللي حصل؟ لقينا ايه اللي بيحصل في حمام السباحه؟ كله بيزق بعضه، كله ما هو خلاص ما كل اللي يقابل حد ده خلاص بقى الطقس عندهم، يعني هم اتكسروا شالوا اليافطه بتاعت من فضلك خد دش وقفلوا الدش وبقى كله كان في العيال بتوع العاب القوه والكلام من ده قاعد يرموا بعض. المنتخب بتاع تونس الشباب كان عندهم بطوله ومعسكرين في الفندق، وكانوا برضو كانوا بيلعبوا معانا بلياردو وكده. تاني يوم الصبح قفلوا حمام السباحه. الموقف بقى بتاع اللي كان عايزنا ده، احنا طبعا كنا طالعين المسرحيه ومعانا احنا المسرحيه ديت كانت المزيكا فيها بتتلعب لايف جوه العرض. كان هادي معاه الساكس، فهادي كان معاه الساكس كان معانا وانت كنت ماسك اللي هو جابر كان ماسك. طبعا احنا طالعين رحله فمعانا صاجات ومعانا مش عارف ايه. المهم كان في 3 4 كده دايما لما بتطلب سهرانه بنقوم مشغلين البروجرام الارجوزار. خالد عظيمه هادي مش عارف ايه. فاحنا وصلنا ان الست مديره الفندق كانت يعني بتستنى الحبه اللي نقعد فيهم على البند بتاعنا، لغايه ما لقينا واحد جاي انا مش فاكر لغايه دلوقتي اسمه ايه، بس هو اخو حد كان بيلعب في منتخب تونس ايامها. عرفنا بنفسه وقال لك بصوا انا عندي قريه، عنده قريه جنب البلد، لو تحبوا تيجوا كده تقعدوا عندي في القريه زي ما انتوا عايزين، يعني لو هتقضوا عمركم كله بعد كده هناك فول بورد بقى وعيشوا حياتكم كده، ولو عايزين تاخدوا مرتب تعالى احنا يا عم احنا ماشيين احنا طلبه يا بيه ولينا. قال لك بص انتوا بس انا عايز ال4 دول تيجوا، طب تعالوا على ما تسافروا يا عم احنا عندنا مسرحيه اصلا وبتاع كده، طب تعالوا النهارده بس، طب بكره، طب بصوا طب اختاروا يوم، وانا بقينا بنستخبى منه. ولما رحنا بقى لا فاكر، لا احنا رحنا بعد كده بلد تانية نابل، وكنا بقى الفندق كان بقى فندق مش اللي هو كان التاني دوت اللي هو كباين، كان فندق مبنى بقى وكده. فطلعنا عملنا النمره دي في البلكونه. لا ده انت يومها اللي حصل انت وهادي طلعت في البلكونه فوق وهادي بقى قاعد يعزف وانت ماسك الديكسون جنبه. الشارع تحت كان 40 بني ادم فجاه واقفين بيتفرجوا كده ونزلنا بالديكسون والساكسو بتاعه كده، قعدنا في زي حاجه زي جنينه في الشارع كده كانت كده. طب وعم سمير الله يرحمه جاي يجري والله لا انتهي الموقف. لا عشان خاطر يقولوا لو احنا بقى بعد كل شويه كل ما الدنيا تتزحم نبعد، فالناس تتزحم تجري معانا اكتر تتزحم. فعم سمير كان معانا وبعد كده بقى اتاخر عننا شويه لغايه ما بعدنا عن بعض الله يرحمه.
خلصنا بقى الليله وخلصنا ورجعنا الفندق. هو في الاول كان من اول ما نزلنا كان بيغني معانا. هو طبعا عم سمير تقعد معاه انت ما تشبعش ضحك، يعني نكت، غنى، حكايات، يعني هو كان شخص موسوعي جدا يعني. المهم فكان الاول هو اللي كان ايه فاتح الليله، وبعد كده بقول لك كنا بنتحرك بقى وهو هيحصلنا مش عارف ايه وكده لغايه ما بعدنا عنه، لفتنا وخلصنا ورجعنا الفندق هو مش معانا. فقاعدين احنا تحت في اللوبي ربع ساعه وساعه لقينا داخل جري، يا تامر يا حسني مش عارف ايه. ببص واحد سكران جاي وراه ماسكه من اول الشارع، غني لي لام كلثوم، غني لي لام كلثوم يا ابني عيب كده، انا راجل كبير، هتغني يعني هتغني، طب تعالوا الفندق انا اغني هنا. فضل يجري منه الولد داخل وراه الفندق لغايه ما قعدناه ورقصناه يومها، قعد يرقص الواد ده كده. طب تعالى بقى. واتبسط خالص ومشي. برضه ما بنساش الموقف ده. كنا قاعدين في الكافتيريا بتاعه الفندق وبالليل، وطبعا احنا لما بنتلم قاعدين بقى يعني مبسوطين، فبنضحك وبنتكلم وكده والكافتيريا مليانه ناس بقى. فحد مهم جدا كده شخص كده وقور شويه كان تونسي، ده عرفنا على نفسه. هو كان المفروض ان هو حد موظف في يعني ايه في جهاز هناك مهم. الاخوه من مصر من مصر. طبعا الموقف ده بحكي انه فعلا يعني متسجل جوايا ما بنساهوش. فاكر نورتونا شرفتونا انا فلان مش عارف ايه كذا كذا، ليه عندكم ملاحظه لو تسمحوا لي يعني؟ اتفضل. قال لك يعني انتوا من مصر، احنا هنا في تونس. طبعا الكافتيريا مشغله ام كلثوم، يعني مشغلين ام كلثوم في الساوند. فقال لك احنا هنا في تونس لما ام كلثوم بتشتغل بنسكت عشان نسمعها. يعني ينفع انتوا تبقوا من بلدها كده وعاملين الدوشه دي؟ طبعا دش ساقع جدا. بس انت ما سبتوش برضه. ما هو ماشي بس ما طبيعي يعني، ده هو طالما جه لازم ياخد واجبه، بس هو ده ملوش علاقه انه يعني. لا انا حسيت قد انا الموقف ده دايما لما بحكيه ما بحكوش عشان احنا والموقف بتاع قد ما بحكيه بس يعني نوع من انواع التاكيد على الست ديت وعظمتها ويعني ونجوميتها ودورها في وسط طبعا اللي احنا فيه اليومين دول يعني. تمام يا تيمو، وصلنا لفقرة جلا. جينا لفقرة جلا. صاحبنا النهاردة مطلوب منه يختار كارتين من 5 كروت: كارت الهروب، كارت الندم، كارت التضحية، كارت الوهم، وكارت الفشل. وهنسأله كم سؤال في الكارت اللي اختاره ولازم يجاوب. طب انا ممكن الاول اسحب انا؟ اسحب بنديل، مش لازم تحاسب عليه عادي. ماشي. طيب بص يا تامر، انت ليك في هنا 5 كروت، هتسحب منهم كارتين وهترد على الاسئله اللي هتسال فيهم. اوكي جاهز؟ لسه في اسئله يا محمد؟ خلاص اسئله يا محمد. يعني هو اصلا اللقاء اسئله. امسك يلا شد. طيب يا سيدي هنقول ايه؟ حادي زبادي ظهر وجعني. يلا. محباتي لما يوميها اختار لك انا. لا خلاص اوكي. نادي فتربت عادي. يلا خش. طلع لك ايه؟ مبروك كسبت معانا 1,000,000 جنيه. شكرا يا محمد. 1,000,000 جنيه. في اكتر ولا بس ده كان كده اكتر؟ طب هات كده عشان نسحب منك 1,000,000 جنيه. التضحية. انا مش عايز 1,000,000 جنيه. لا طيب ايه حاجة تامر ضحى بيها ومحدش يعرفها؟ يعني مثلا لو في حاجه انا ضحيت بيها ومحدش يعرفها، يعني هل انت شايف ان دلوقتي لازم اقولها؟ ما انا مش يعني ممكن على سبيل ان الناس تتعلم. لا هو انا بص، انا موضوع التضحيه ده ما يعني ممكن يبقى مش موجود في قاموسي، لان انا من الاشخاص اللي مؤمن بان يعني في ناس بتعتبر قوتها في الامتلاك، وناس تانية بتعتبر قوتها في الاستغناء. انا من النوع التاني. فبالتالي اي حاجه بحس انها ممكن تبقى هتكون سبب في اني ابقى مش انا يعني اوريدي بتتكنسل لوحدها يعني. طيب بما انك ذكرت المنطقه دي، ومعلش ان انا بقى ايه الموضوع بقى
جد انت على مالك شوية. اتحولت ليه كده؟ اصل هي لازم تحول. هل ده يا تامر يا محمود التفكير بالطريقه دي ما خسرتش تامر محمود حاجات؟ اكيد. مم. اكيد طبعا. طيب اللي خسرته ليك يا تامر كان حاجه فارقه في حياتك؟ ما اعرفش، ما انا ما اعرفش برضو اللي انا سبته لو كنت يعني جريت وراه كنت هبقى احسن او اوحش، الله اعلم. كنت اصلا لو جريت وراه هجيبه برضه ولا مش هجيبه، الله اعلم ما يعني. هو طبعا هو كل شيء بقدر بس ربنا سبحانه وتعالى، بس دي ما فيش فيها كلام يعني. بس بس مثلا الاستمراريه في بعض الامور، يعني في بعض الامور انت ممكن تدخل فيها وبالمنهج ده وبالطريقه دي، انا ممكن اقول لا خلاص انا كده مش هينفع فاسيبه وامشي. لا، هو انت مش ماشي في الدنيا يعني في فرق بين يعني التضحيه غير التنازل. مم. انا ما بقولكش انت ماشي تتنازل، بس انا بتكلم في ان ايه، في ان اذا فجاه انت في شيء علشان تحققه هتضطر ان انت تبقى فجأة بتعمل حاجات او بتقبل حاجات او بتتحط في مواقف تبقى فيها مش انت. لا، من الاول بناقص حتى لو الشيء ده هو كان يعني مثلا حلم حياتك. مم. لا، يعني في الاخر ايه، انك تبقى ما خسرتش نفسك يعني. يعني ممكن اقول لك انا ضحيت بكل حاجه عشان افضل تامر. ماشي، ما بس ده مش هقول لك تمام. انا ضحيت بايه بقى، لا انا ممكن انا مم. ضحيت باي حاجه ممكن تخليني ابقى مش تامر. اخسر نفسي فابقى تمام. طيب يا تيمو، ناخد كارت كمان؟ ممكن اضحي بالكارت الجاي ده برضه. لا ما خلاص. كنا قلنا يعني هات ماشي. ده عشان اعد معاها. لا ما خلاص، هو ده هات يا الحلو. عم وخلاص. امم اهلا وسهلا. طلع لك ايه في الكارت؟ على فكره الكارت باين في الكاميرا فما ما تضحكش عليه. ماشي. امم الوهم. الوهم ماله بقى، عايز ايه؟ طيب في الوهم ده خد الاول الكارت بتاعك اهو عشان شكرا يا باشا، شكرا. اتفضل. هو الوهم، طلع الوهم. طيب احنا في الوهم دلوقتي هنسألك سؤال مهم. كنت فاكر الشغلانه دي ايه وطلعت ايه؟ انهي شغلانه بالظبط؟ تمثيل يعني. لا، انا اصلا التمثيل عندي مش شغلانه. امم التمثيل عندي حاله، او جزء، في جزء من تامر بيبقى دايما يعني غذائه او انه يفضل عايش، وبالتالي يبقى تامر كله عايش. بيبقى مرتبط بان هذا يعني اللعبة دي تبقى يعني ايه دايما في بيننا وبين بعض ايه يعني خد وهات. فبالتالي ما بتعاملش مع التمثيل كشغلانه. يعني انا حتى تلاقيني ما يعني في ناس كتيره من جيلي كانوا بيشاركوني في البدايات بتاعت ان احنا نتعرف على عالم الفن ده الاحتراف. يعني. مم. الموضوع ما كل واحد بياخدها من شكل مختلف، في ناس خدتها شغلانه، انا هي عندي مش شغلانه. فبالتالي مش حاكم عليها، مش يعني مش حاكم، مش مقيمها يعني. هي في النهايه زي ما بقول لك كده، عارف انت لما مثلا اللي بيبقى له حبايه معينه او دواء معين لما بتجيله الكريزه بياخدها عشان يفك. تمام. انا كل ما تبقى مش عارف ايه بشويه مش عارف ايه ونفك ونرجع تاني للدنيا. تمام. طيب ضمنت يا معلم. عادي. ماشي. هنعد، لا في الاخر ده هنعد ان شاء الله، انما انت كده في ضمنت. طيب الدنيا علمت تامر ايه؟ الدنيا علمت تامر ايه؟ الدنيا علمت على تامر بايه بقى؟ مش علمت تامر ايه. ما فيش حد الدنيا ما علمتش عليه. لا طبعا الحمد لله. مم. احنا هرجع للي قلناه في الاول خالص، احنا عايشين في يعني كنف رحمة وفضل وكرم ربنا، ونعم بالله. ونحمد الله على كل اللي احنا فيه يعني. يعني علمتني ايه؟ لا يا بص، هي الدنيا ده علمتني ما اعملهاش. حقيقة. اه. لأنها غدارة فعلا. يعني هي بص، يعني هي خلينا نقول هي غدارة للي يأمن لها يعني، او للي يصدقها او اللي يترمى في حضنها يعني. لكن هي كده كده دار شقاء. اللي حاططها في حجمها مش هتغدر بيه لانه اساسا مش متعشم فيها. حقيقي. بس يعني تمام. انت الخبطه تجيلك منين؟ من اللي انت يعني انت مديله ظهرك. لكن انت طول ما انت اساسا
يعني حاططها في حجمها هتوصل بيك فين، مش عايز منها حاجه. تمام ماشي يا سيدي. فقرة رازع ولا نص. الدور ده صاحبنا هيسحب ورقة من صندوق المفاجآت. يا ترى الورقة فيها ايه؟ دي يا سيدي صندوق لا انا عارف يعني، ما هو صندوق باين. انت وحظك بقى. شفت صناديق كتير في عارف انت حياتي. وحظك ده صندوق الشائعات وخلافه. هيطلع لك حاجة سعادتك هترد علينا فيها. ماشي يلا اتفضل اسحب. اسئله يعني. اهو اسئله بقى، اي حاجه، اي موقف بتاع زي ما يجيلك. شكرا. طب بص، هو الرولز بتاعت الشغلانه ان انت تفتح ورقه واحده بس. ما انت قلتليش يا محمد. لا انا انت قلت اديتني صندوق وانا بس لا، ما هو مش هات كله وخد ورقه واحده بس لو سمحت. تصدق هي دي يا ابني هات ماشي. ايه بيقولوا تامر محمود عمل قعدة عرب مع الغسالة قبل كده. بيقولوا اولا بيقولوا لازم فيها الف بعد الواو. ماشي. الاعداد عندنا انجليزي بس. طيب اوكي. حصل انك انت عملت قعدة عرب مع الغسالة قبل كده؟ يعني ايه قعدة عرب مع الغسالة؟ غسالة ايه؟ هو انا اهبل؟ ايه اللي هقعد مع الغسالة؟ لما جيت ادور على الشرابات. لا دي ما كانتش ما هي دي قعدة جايه من عرب. الاكونت بتاعك. لا دي مش قعدة عرب مع الغسالة، دي ما كانتش قعدة عرب، ديت كانت كنت بجرسها يعني كنت بقى قول لي بس فكرة الفيديو دي جات لك منين؟ وليد يوسف. بحكي له يعني بقى بدردش معاه في ان يعني جت سيره ان الشرابات يعني بتخش في الغساله اتنينات، تطلع مش اتنينات يعني، تطلع في مشاكل يعني. وتبدا انت بقى تصالحهم تاني على بعض يعني كل غسله بتعرف فيهم كل جزء على بعض تاني، وتبدا طب انت زعلته في ايه؟ طب هو في مش كان معاك؟ فكتر الشقه ده وصل في النهايه ان المشكله في الغساله مش في الليل بتاعها مثلا. برضه بيبقى واضح ان هي ليها يعني مشاوير معينه بقى او فبتقوم يحلف عينها مثلا فرده معينه، حتى ما تاخدش بالجوز فتريحك، لا تقوم مثلا معلقه فرده مع بتاع، فانت تفضل تعاتب مش عارف تعاتب مين. فلما وصلت لكده وبدردش معاه، وايامها كنت بعمل بقى المشروع بتاع السكتشات ده، فقال لي طب ما تعمل حلقه يعني يقول لها فعلا. روحت يومها فعلا قمت بقى الحلقه اللي بتتكلم عنها ديت، اللي هو قلت لها بقى طب بصي، خدت لها بقى شويه شرابات يعني، كنت الشرابات اللي هتتغسل فجبت لها شرابات تانية جديده قلت لها بصي دول جداد خديهم وبس طلعي لي دول يعني عشان انا ما انا بعطل والله. انت ممكن تبقى قبل ما تنام مجهز القميص اللي هتلبسه البنطلون على الاقل حتى لو مرتب، بس عمرك ما تبقى مجهز الشراب يعني، ما انت هتفتح هتضيع الشراب فتفاجئ ان ده اللي بيعطلك، خصوصا اللي انت عايزه وتلاقي كل الباقي موجودين وده بس اللي انت عايزه، الشراب اللي انت عايزه مش في فرده بقى مش موجوده، لغايه ما وصلت ان هي السبب فعلا. فعملت لها الفيديو دوت واتظبطت بعده شويه بس برضه ما لا بس كان فيديو جميل. طيب وصلنا للمحطة الأخيرة. كام بونت عندنا هو الإرث. تامر إن شاء الله في يوم من الأيام هيسيب إرث الاتنين لأصحابه والأهل إن شاء الله بإذن الله. أيوه. إيه تحب تسيب؟ إيه الإرث اللي أنت تحب تسيبه؟ أخد منديل. ممكن مثلا كده واقعد اسمعك بقى. اصحابي طبعا انا عارف ظروفهم، فممكن اسيب لهم العزب او السيرك اللي جنبكم. لا السيرك ده الاهلي يعني، عشان ان هم برضه هيفتكروني ان انا كانوا عايشين معايا في سيرك فيفضلوا برضه يعني حاجه من ريحتي. انما اصحابي مثلا انا عارف الظروف وكده، فممكن يعني تاخد انت مثلا عزبه العزبه الشرقيه ودي النور الغربيه وشادي مثلا. لا ده كده الورث. احنا مش عايزين ورث.
امال اعمل ايه؟ احنا عايزين الارث. اتصرفوا انتوا بقى، اقعدوا بقى يعني اقعدوا في الشهر العقاري ظبطوها، تبقى ارث تبقى ورث تبقى زي ما تبقى، انا هبقى مش موجود وانا مسامح. انا بس يهمني يا رب قبل ما اموت اذا كان في ناس ربنا يديك الصحه. يعني الحمد يعني ده حق يعني مش يعني في النهايه اللي ناسي ده غافل يعني. اتمنى من الله يعني يا رب ان انا قبل ما يعني تيجي اللحظه اللي هي هتيجي على الكل يعني اكون قدرت اصالح اي حد ظلمته بقصد او من غير قصد، واي حد له عندي حق اكون ماشي وانا يعني ردته له ان شاء الله. يا رب. على نياتكم ترزقون يا رب ان شاء الله. انا سعدت جدا بلقائك اليوم، وفي حاجات كتيرة قوي 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 انا عملت لها سكيب لان احنا مش عايز ارهقك اكتر من كده. لا والله انا بص انا يعني انا كنت جاي، ممكن اقول لك كنت جاي يعني مش متوتر بس يعني متوجس او يعني عارف مش فاهم، لكن اتبسطت بجد يعني. طبعا كل الحبايب اللي جت سيرتهم في القعده زادوا من حميميه اللقاء يعني. عشان كده تاني يعني عايز قبل ما اقفل اقول لهم بحبكم في الله، واشكر ربنا ان انتوا في حياتي يعني. انت، احمد، نور، شريف، وليد، حسني، خالد، علاء، عصام، كل واحد من دول عباره يعني هديه من ربنا. مفيش حاجه طبعا ربنا يعني مفيش حاجه بتبقى صدفه، مفيش حاجه بتبقى يعني اعتباطا. فانت وانت ماشي في المشوار كده ربنا بيبعت لك ناس بتحس انه ده جه في وقته في لحظه. ما انا يعني انا لما عرفت خالد عرفته في اللحظه اللي لو كان قبلها او بعدها ممكن ما كانتش تبقى اللي بينا زي ما هو بينا. انت كذلك، نور كذلك. حاضر والله حاضر. بس بظبطه يعني بظبطه. زي ما بقول لك انت يعني في الاخر كل حد من المجموعه اللي هي انت دلوقتي عايش يعني متدفي باللي بينك وبينهم. اليوم عليك حق ان انت دايما تبقى فاكر جدا ان دول هدايا من ربنا. ما ينفعش ان انت في اي لحظه تغفل دورهم، ولا ان انت تتعامل مع وجودهم في حياتك او وجودك في حياتهم على انه صدفه. محمد، احمد، نور، وليد، حسني، خالد، شريف، شادي، رامي، يعني طبعا علاء، عصام. لو قعدت اعدلك بقى في يعني في انت واخد بالك، بس انا بتكلم في اللي هي في الدايره اللي انت يعني ايه انت دلوقتي انت جواها يعني. او بعد مرحله معينه من المشوار المصفى يعني ايه صفتهم يعني. دول بحمد ربنا جدا على ان دول اللي طلعت بيهم يعني. وطبعا بوجه تاني تحية لأمي، اخواتي، ورويدة وملك. أتمنى يا رب إن ربنا يقدرني ويعني أعمل لهم اللي يستاهلوه يعني. وأخيرا بقى التحية لمامتهم اللي أكيد هي أكتر واحدة عارفة إن أنا عايز أقول إيه، بس في حاجات ما بتقالش يعني في العالم في البودكاست. ولا حركات كده يعني. ربنا يخليكم ليا. امين يا رب، امين يا رب. وكل سنة وانتم طيبين حبيبي. طيب ممكن تقبل مننا بعد اذنك يعني هديه بسيطه كده من بودكاست؟ ده الموضوع كبير، مش بقول لك الانتاج صارف جامد صارفين جدا يا باشا، اتفضل. ماشي يا حبيبي. وسلوفان وحاجات كامله. كل سنة وانت طيب يا عم محمد. طيب نشرب القهوه بقى وناكل التمر بتاعنا يا دوب يا دوب عشان نلحق يبقى ده سحورك يا برضه. دوب 90 كنا بنعمل رجل وقلعة. فسمير طبعا احنا قعدنا نعمل بروبات حوالي 3-4 شهور بقى. فمن اول الايه كنت بعمل محمد علي